السلام عليكم ابطال سينيور 3، اهلا وسهلا بيكم تاني. دلوقتي ميعادنا مع ليكتشر نمبر 2. مساء الخير وصباح الخير حسب ما عينك او عينك بتشوف فيديوهات، وكالعاده كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، الشاي بلبن، ازازه الميه. تعال ركز بقى معايا، تعال ركزي معايا. طيب ليكتشر نمبر 2 هنتكلم فيها عن حاجه اسمها البوتنشال ديفرنس اند اي ام اف. قبل ما ابتدي الكلام ده كله محتاجين نعمل حاجه اسمها ران ثرو مع بعض كده، نفتكر الهيتس، التريكس، الديتيلز، التفاصيل بتاعت الحصه اللي فاتت بسرعه. طبعا كان عندنا الهوم ورك بتاعنا بيج 35 36 37 اند 38. كده كده اكيد وانت بتحل الواجب في حاجات عطلت معاك، حاجات وقفت معاكي، وده اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعه، انا طالب منك وانت بتحل الواجب دلوقتي واحنا بنحل مع بعض، انت ماسك في ايديك بالنسبه لك القلم بتاعك والورقه اللي انت حليت فيها. السؤال الصح بتعمل جنبيه صح، والسؤال الغلط بتعمل جنبيه غلط. القصه كلها ان انت دلوقتي الحاجات دي كلها اخي في الله اختي في الله بتبتدي بالنسبه لك تشوف الدنيا ماشيه ازاي ولا لا. طب ليه؟ علشان بالنسبه لك السؤال الصح لما تيجي تعمل جنبيه صح هيبقى بالنسبه لك باين ان انت حليته صح. طب والسؤال الغلط لما تيجي تعمل جنبيه غلط هيبان قدامك بالنسبه لك التركايه دي كانت غلط ليه او كانت غلط فين. القصه كلها ان انا دلوقتي عايزك تتعلم بايديك او تعلمي بايديكي عشان تتعلم واحده واحده الديتيلز والتفاصيل، احنا غلطنا في ايه ليه. تمام؟ وكان العاده قلت لك هتجيب ستيكي نوتس الملونه الحلوه دي بتاعت المكتبه وهتكتب بايدك او هتكتبي بايديكي انا غلطت في الكلام ده ليه بالبلدي بطريقتك انت او بطريقتك انت. بقول لك ايه، يلا بينا نبتدي. يلا بينا. احنا اتفقنا مع بعض ان المره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها الالكتريستي، والالكتريستي اخواتي في الله هي الكهرباء ولا لا؟ طيب الالكتريستي او الكهرباء هي تعتبر الفلو او الموشن بتاعت الكترونز فروم وان بوينت تو انذر بوينت. بالبلدي انت دلوقتي عندك شويه الكترونز نيجاتيفلي تشارجد بارتكلز اتحركت من بوزيشن A لبوزيشن B. لو انت عندك الكترونز اتحركت من مكان للتاني in a certain direction، هي دي الكهرباء. هي دي تعتبر الالكتريستي اللي شغال بيها اللمبه بتاعتك والمروحه وشغال بيها التكييف وشغال بيها الغساله مثلا والسخان والثلاجه والكلام ده كله. القصه كلها ده شغال ازاي وقلنا بيتوصف ازاي والكلام ده كله. تعال افكرك ان الكهرباء دي عشان تحصل محتاجه بعض الشروط، محتاجه بعض الكونديشنز. هنا محتاجه الكهرباء او الكتريستي عندك شرطين اتنين. طيب تعال نفتكرهم مع بعض. الشرط الاولاني اخي في الله اختي في الله الانرجي سورس، والانرجي سورس اتفقنا ان ده حاجه بتدي لك انرجي تو كيك الكترون، انرجي عشان تشوت الالكترون تحركه من مكان للتاني فتعمل فلوينج اوف الكترونز فتعمل الكهرباء ديت ولا لا. يعني انت ممكن دلوقتي عشان يبقى عندك كهرباء لازم يبقى فيه انرجي سورس يبتدي يشوت الالكترون ده يحركه من مكان للتاني عندنا ولا لا، فيطلع لنا الكهرباء بتاعتنا. طيب ممكن يبقى انرجي سورس دوت باتري شبه البطاريات اللي بشتريها مثلا من السوبر ماركت، ممكن يكون عندك سولار بانلز شبه الكالكوليتر الكاسيو بتاعتك لما اللايت بيخبط فيها بيبتدي يطلع كهرباء، ممكن تبقى مثلا دينامو او جنريتور او الترنيتور حاجه بتلف وتدور فتبتدي تستخدم الميكانيكال انرجي او كاينتيك انرجي وتطلع مكانها كهرباء اند سو اون. تاني شرط عندي لازم يكون في كلوزد باس، لازم يكون في عندنا كلوزد سيركت، يعني طريق مقفول بالكامل، طريق بالنسبه لك الالكترون فيه بيلف ويدور، لازم يكون الالكترون بيتحرك فيه على طول. ده كده لازم يكون كومبليت جيومتريكال شيب. وعشان بصراحه اتست اشوف انت فاهم ولا عامل نفسك فاهم، تعال اما اقول لك بقى. هنا اخواتي في الله هبتدي ارسم سيركت، ارسم مثلا كومبليت جيومتريكال شيب ونشوف لو هو فعلا كومبليت 100% يبقى ساعتها في كهرباء، فلو لمبه هتنور، لو راديو هيشتغل، لو مروحه هتلاقيها بتلف وتدور ولا لا. طب ولو هو بالنسبه لك الطريق دوت مش واصل والطريق ده فاصل يبقى ساعتها اللمبه دي ما تشتغلش ولا لا. اتفقنا ان الزجزاج لاين اللي عندك ده او البوكس اللي ممكن نرسمه او الكلام ده كله ده يعتبر ريزيستور، والريزيستور اخي في الله اختي في الله جهاز بيشتغل بالكهرباء، جهاز بياخد اماونت اوف الكتريستي بيديك انذر فورم اوف انرجي ولا لا. طيب انا دلوقتي لو قلت ان دوت راديو، هنا هل ده واصل ولا فاصل؟ اولا دي تعتبر البطاريه بتاعتنا ليها بالنسبه لك سمبل في بي، فولتج اوف باتري او الانرجي بتاعت الباتري دي. طيب ده يعتبر ريزيستور، الريزيستور ده يعتبر ديفايس شغال بالالكتريستي او شغال بالكهرباء. طب انت دلوقتي هل الجهاز ده شغال عندك؟ لا. هل الجهاز ده شغال عندك؟ برضه لا. طب ليه مش شغال؟ لان انت دلوقتي اولا اول شرط اول كونديشن عندك انرجي سورس. جميله يا مستر مودي، بس انا دلوقتي هنا الالكترون هيطلع من اول الشرطه الكبيره لحد الشرطه الصغيره، والشرطه الكبيره اتفقنا ان هي هاير انرجي او بالنسبه لك هاي انرجيتك، الانرجي كبيره جدا جدا جدا، والنيجاتيف ده اللور انرجي او بالنسبه لك اللور انرجيتك. طيب الالكترون هيتحرك المفروض من اول البوزيتيف لحد النيجاتيف، جه عند الحته دي، بص الحته دي مقطوعه صح؟ الحته دي بالنسبه لك فاصله ومش واصله صح؟ يبقى ساعتها الالكترون هيقدر يلف ويدور؟ لا. يبقى هيوصل بالنسبه لك للريزيستور ده على طول؟ لا. يبقى ساعتها هنا الجهاز بتاعنا ما يشتغلش. فانت هنا دي تعتبر الشرط الثاني، الكونديشن الثاني عندك وعندي ده كلوزد باس او كلوز سيركت، مش هيبقى واصل، هيبقى فاصل، فساعتها الكهرباء ما تشتغلش. طب لو احنا قلنا مع بعض كده قفلنا السويتش ده، لما تيجي تقفل السويتش ده كده بقى عندك كلوزد سيركت او كلوزد باس صح؟ بدات الالكترونز فيه تلف وتدور ولا لا؟
يبقى انت ساعتها كده بقى عندك كهرباء هتروح للراديو دوت تتحول عندك من الكتريك انرجي تو ساوند انرجي، اتحولت من فورم انتو انذر فورم ولا لا؟ حسب القانون بتاع اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. طيب يبقى احنا دلوقتي كل الكلام ده قلناه بالظبط المره اللي فاتت. طب تعال نفتكر برضو الكهرباء عندك او عندي لو عايز اوصفها بيزيكلي او مينلي بتوصف بثلاث حاجات. انا دلوقتي لو عندي كهرباء حبيت اوصفها في البيت عندي، حبيت اوصفها في المكتب بتاعي، حبيت اوصفها في الشغل في المدرسه في الكلام ده كله، في عندي ثلاث حاجات يوصفوها، ثلاث حاجات يعملوا لها عمليه ديسكريبشن. في حاجه اسمها الاي، في حاجه اسمها في، في حاجه اسمها ار. طيب الاي قلنا كارنت انتنسي، الله ينور عليك، صح الله ينور عليك. كارنت انتنسي دي معناها كميه الكهرباء. يعني ايه يا مستر كميه الكهرباء؟ يعني النمبر اوف الكترونز that pass from one point to another point each time 1 second. لو انا عندي كهرباء قويه فده معناه عدد الكترونز اتحرك كتير كل ثانيه. طب لو عندي كهرباء ضعيفه فده معناه عدد الكترونز اتحرك قليل كل ثانيه ولا لا؟ فبالبلدي كده لو الالكترونز بتتحرك عددها كبير كل ثانيه، الله ينور عليك، يبقى الاي دي كبيره. طب لو عدد الالكترونز اللي بتتحرك كل ثانيه ده عدد صغنن، عدد قليل، يبقى الكهرباء دي ضعيفه ولا لا؟ طب الفي قلنا بالنسبه لك هنا اسمها بوتنشال ديفرنس، او زي ما هناخد النهارده ممكن يبقى لها تسميه ثانيه اي ام اف. طيب دي معناها طاقه الالكترون، والطاقه دي اللي هي الانرجي بتاعته. خدوا بالكم يا جماعه عشان في ناس بتخلط ما بين الامرين. في ناس بتقول لك ان النمبر الكبير لازم يبقى طاقه كبيره، مش شرط. ممكن يبقى عندك عدد كتير جدا بس كلهم شايلين انرجي صغيره، كل الكترون فيهم شايل على ظهره بالنسبه لك اماونت من انرجي صغنونه. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ طب انا ممكن يبقى عندي عدد من الالكترونز صغير بس شايلين انرجي كبيره، لان كل واحد فيهم شايل على ظهره انرجي كبيره وماشي بيتحرك بيها ولا لا؟ طب ده يتعرف ازاي؟ يتعرف حسب السورس نفسه، حسب المصدر بتاع الانرجي. انت والله ممكن تشتري بطاريه صغنطوطه 1.5 فولت فيبقى نصيب كل الكترون فيهم اماونت صغيره من الانرجي، صح؟ وممكن تشتري بطاريه كبيره شبه البطاريه بتاعت العربيه 12 فولت فيبقى نصيب كل الكترون فيهم شال انرجي كبيره ولا لا؟ فبالبلدي كده اخواتي في الله، انت عندك كميه الالكترونز دي اللي هو العدد اللي بيتحرك each time 1 second. طاقه الالكترونز دي مختلفه بقى، ودي حسب السورس او حسب الحاجه اللي بتدي الالكترونز دي الكيك او اللي بتحرك الالكترونز من مكان للتاني ولا لا. طب الريزيستنس قلنا ان الريزيستنس او الار حاجه اسمها المقاومه بالعربي. طب يعني كلمه مقاومه مستر؟ كلمه مقاومه يعني الحاجه اللي بتعطل الكهرباء، الحاجه اللي بتزاول الكهرباء، بترازي الكهرباء، بتحاول تستهلك الكهرباء. هذا انا مش فاهم مستر. لو عايز تفهم قصه الريزيستور بما يرضي الله تعال نرسم مع بعض رسمه كده كروكي وافهم معايا. لو عملت ان دي بوزيتيف نيجاتيف دي كده تعتبر الكتريك سيل المره اللي فاتت او بطاريه صغنططه ولا لا؟ طيب الشرطه الكبيره يا واد دي بوزيتيف، الشرطه الصغيره دي نيجاتيف. اخواتي في الله لو جيت رسمت السيركت كيدز ده كله سلك فاضي ولا لا؟ الكهرباء عندك هتتحرك من اول البوزيتيف لحد النيجاتيف، مشيت كده مشيت كده اتحركت كده وصلت هنا وقفلت هنا ولا لا؟ الالكترون ده هو بيلف ويدور، حسيت ان في حاجه مزاولاه، حاجه معطلاه، حاجه مضايقاه خالص. طب بقول لك ايه، تعال نشيل الحته دي ونحط مكانها الكتريك بولب، الكتريك لامب مثلا بالمنظر ده. والله العظيم هتحس من جواك وهتحس من جواكي باللي انا هقوله دلوقتي ان انت كالكترون وانت ماشي في امان الله عادي جيت عند النقطه دي، النقطه اللي اسمها ايه دي، هتلاقي الالكترون كان ماشي بخيره كده، ماشي معاه الانرجي كلها كامله، جه عند دخل قدام اللمبه دي بدا يحس ان في حاجه معطلاه ومزاولاه واقفه في طريقه، تمام، مش عايزاه يكمل الباس بتاعه. طب انت دلوقتي لما تدخل ايه زي ما تطلع من عند بي؟ لا. ليه؟ لان اللمبه دي بدات تستغل جزء من الكهرباء تحوله من فورم الالكتريستي لفورم اللايت والهيت انرجي. لو دي مثلا مروحه هتستغل جزء الكتريستي تحوله انتو كاينيتيك انرجي. فهنا يا جماعه الديفايس او الريزيستور بتاعنا او الريزيستور بتاعك ده هيبتدي يعمل حاجه اسمها انرجي دروب. وكلمه انرجي دروب اخي في الله اختي في الله يعني في جزء من الانرجي بدا يحصل عمليه دروبنج، بدا بالنسبه لك هنا يتسحب جوه الجهاز ده يتحول من فورم الكتريستي لانذر فورم اوف انرجي ولا لا. فانت لو الالكتريستي هنا داخله ايه عاليه وده كان الجزء الهاير او البوزيتيف، هتطلع من عند البي نيجاتيف يعني لور اقل بالنسبه لك في الانرجي ولا لا. فانت دلوقتي عشان تبقى فاهم القصه دي ماشيه ازاي، يبقى انت عندك الاي كميه الكتريستي، الفي طاقه الالكتريستي، والار هي الريزيستنس اللي بتعطل الالكتريستي. وعلشان نكونوا فاهمين مش عاملين نفسنا فاهمين، يبقى الار دي هنعتبرها الديفايسز. الله ينور عليكم. الار دي اخي في الله واختي في الله اعتبرها هي الاجهزه بتاعتك. ومن هنا بقى يا جماعه انت ممكن تحط لمبه صغيره فيبقى المزاوله صغيره، يبقى كميه الكهرباء اللي تم استغلالها حبه صغيره. لكن لو حطيت لي لمبه كبيره يبقى الريزيستنس كبيره، يبقى الاستغلال اكبر، الاستهلاك اكبر، سحبه الكهرباء اكتر عشان بتطلع لايت اكتر ولا لا.
يبقى انت لو عندك جهاز كبير عندك ريزيستور كبيره، مقاومه كبيره، استغلال اكتر. لكن لو عندك ديفايس صغنن، بالله ينور عليك، يبقى عندك ار صغننه، استغلال اقل، يبقى ساعتها طاقه اقل ولا لا؟ اتفقنا يا شباب؟ بدانا نسخن، بدانا نفوق. طب بقول لك ايه، تعال نخش على اللي بعده. هنا بدانا نتكلم في المانيفستو بتاعنا مين تريكس مين هيتس، ده ملخص القوانين بتاعت الحصه اللي فاتت واللي هنحل عليه الواجب دلوقتي مع بعض عشان نفتكر بالنسبه لك تفاصيل الحل. المانيفستو بتاعنا قلت لك ان في حاجه اسمها فريكوانسي وحاجه اسمها بيريودك تايم، والاثنين دول كانوا ريسيبروكال، الله ينور عليك الله ينور عليك، بالنسبه لبعض. طيب انت دلوقتي الفريكوانسي عدد الكمبيوت روتيشنز، عدد الكمبيوت سايكلز دون اتش تايم 1 سكند، والبيريودك تايم التايم بتاع اللفه الواحده. يعني بالبلدي انا كالكترون دلوقتي هلف كام لفه في الثانيه؟ دي فريكوانسي. طب انا كالكترون دلوقتي عشان اخد لفه اخدت كام ثانيه؟ هي دي البيريودك تايم. يبقى انت بتتكلم على الوقت اللي انا هاخده في اللفه تي كابيتال او بيريودك تايم. طب انت في الثانيه دي اخدتي عندك كام لفه؟ هي دي الفريكوانسي. وعلشان ما تلخبطش نفسك ولا تزاول نفسك هتذاكر واحده الثانيه عكسها، وانا قلت لك يا تذاكر فريكوانسي يا تذاكر بيريودك تايم. الفريكوانسي ليها 3 سكك او ليها 3 طرق، تعال نفتكرهم مع بعض. تمام؟ الفريكوانسي اخي في الله اختي في الله ليها 3 بروبابيلتي، 3 ابيلتي ممكن يساعدوك. طيب الفريكوانسي بتساوي n على t number of rotations number of cycles number of revolutions done every time 1 second. طيب او الفريكوانسي بتساوي 1 على periodic time، او الفريكوانسي بتساوي velocity over 2 by r. طيب خد بالك ان velocity دي تعتبر orbital velocity، سرعه اللف او سرعه الدوران، سرعه الروتيشن بتاعتك عندنا. طيب الفريكوانسي ممكن تقاس بيونت اسمها هرتز نسبه لاسم عالم الماني ماكسويل هرتز، او ممكن تقاس باوسليشنز او روتيشنز او سايكلز بير سكند، او ممكن تتقاس عندك بالسكند باور نيجاتيف 1. وليه يا مستر مودي سكند باور نيجاتيف 1؟ لسبب منطقي وسبب واقعي، ان دي 1 على تي صح؟ يعني 1 على سكند، فالسكند دي ما تسيب تحت تطلع لفوق باور يحصل له ايه يا واد؟ يتشقلب. يبقى لما الباور ده يتشقلب بدل ما هو بوزيتيف يطلع فوق نيجاتيف، الله ينور عليك. طيب لو انت فهمت الفريكوانسي عدد اللفات قد ايه كل ثانيه، فالبيريودك تايم هي العكس تماما. البيريودك تايم اخواتي في الله برضه 3 قوانين. يا جماعه على فكره العكس دي هي حرفيا العكس، مش ممكن عشان نسهلها على الطلبه وبس، لا ده هي بجد. يعني انت دلوقتي لو ذاكرت دوت حرفيا اللي فوق هينزل واللي تحت هيطلع، يبقى اللي تحت هيبقى مكانه فوق واللي فوق مكانه تحت ولا لا؟ كل قانون من دول انا عايزك بعينك تشقلبه. التي بدل ما هنا هتساوي بالنسبه لك ان تي تبقى تي على ان ولا لا؟ طب هنا البيريودك تايم هتساوي بالنسبه لك 1 على اف ولا لا؟ صح الله ينور عليكي. طب وهنا هتساوي 2 باي ار اوفر مين يا واد؟ الفيلوسيتي ولا لا؟ طيب اللخبطه الازليه اللي بتحصل دايما للطلبه الفرق بين التي كابيتال والتي سمول. التي كابيتال تايم اللفه، طب التي سمول تايم اكتر من اللفه. لا اديني اكزامبل يا مستر عشان افهمك، اديني اكزامبل عشان افهم معاك اكتر. باشا لو جيت قلت لك ان انت دلوقتي each complete cycle takes 3 seconds، يبقى ديت تعتبر تي كابيتال ولا تي سمول؟ تي كابيتال عشان ده تايم لفه، يبقى تايم اللفه الواحده تي كابيتال. طب يو انت عندك 3 seconds to make مثلا 50 revolutions، to make مثلا 20 rotations، to make مثلا 30 cycles. تمام؟ خد بالك ان 3 seconds دول المره دي بقوا تايم اكتر من واحده صح؟ يبقى تاخد التي سمول ولا لا؟ يبقى التي الكبيره تايم الايه؟ اللفه، التي الصغننه تايم اكتر من لفه، 2 3 اند سو اون براحتك او براحتك. يبقى انا دلوقتي لو التي كابيتال دي تايم الواحده، التي سمول اكتر من واحده. طب دي اسمها يا مستر؟ اسمها بيريودك تايم عندك او عندي. طيب شباب البيريودك تايم زيه زي اي تايم في الدنيا، ها اللي هي السكند بتاعتنا، او ممكن تقاس طبعا بهرتز باور نيجاتيف 1 عندنا ولا لا؟ طب ليه يا مستر؟ لان سبب منطقي وسبب واقعي، هي 1 على فريكوانسي يعني 1 على هرتز، فلما تسيب تحت وتطلع لفوق باور يحصل له ايه؟ يتشقلب، فبدل ما هي بوزيتيف تطلع فوق نيجاتيف. طيب بعد كده هنوصل مع بعض للقانون بتاعنا الاساسي وهو الكرنت انتنسيتي، وده ليه 5 رولز، 5 بروبابيلتي و5 ابيلتي. 5 بالنسبه لك افكار ممكن يجوا لي في الامتحانات ولا لا؟ طيب الكرنت انتنسيتي اتفقنا ان هي كميه الكهرباء. يا جماعه الكميه دي يعني الاماونت، يعني النمبر، يعني قد ايه الكترونز بيعدي اوقات كل ثانيه ولا لا؟ ثرو طبعا ذيس كوندكتور ماتيريال. طب انا دلوقتي الايايا دي افتكر معايا وافتكر معايا، طبعا الناس اللي مذاكره يا جماعه عايزك بقى تسمع كده معايا جواك واحده واحده. تمام؟ الناس طبعا اللي مذاكره طلع المانيفستو بتاعها بتاع المره اللي فاتت وتراجع معايا واحده واحده عشان ما نيجي نحل هتلاقي الدنيا بدات تمشي اكتر واكتر باذن الله. طيب الايايا بتاعتك اخي في الله اختي في الله كيو اوفر التي، يعني كوانتي اوف تشارج اوفر التايم، مع العلم ان كيو دي بتقاس بحاجه اسمها الكولوم، الله ينور عليك، ودي تعتبر بالنسبه لك الاماونت اوف تشارج عندك او عندي ولا لا؟
تاني كيوهايه دي تعتبر كميه التشارج، النمبر اوف الكترونز ذات باس اتش تايم 1 سكند. الكيو ليها قصتين، القصه الاولانيه ان في اي، يعني النمبر بتاع الالكترونز تايمز التشارج اوف الكترون. ولو حد فيكم فاكر الله ينور، التشارج اوف الكترون دي كونستانت اتكلم عليها كولوم بتساوي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 كولومز. خد بالك يا جماعه الرقم ده مش حفظ، الرقم ده كده كده كونستانت بيدولك في المسائل واحنا شغالين، بس من كتر الحل من كتر ما احنا نفضل نبص عليه هتلاقي نفسك حفظته، اللي هو 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 يا مستر خلاص انا عرفته. طيب قلت لك قبل كده هل القانون ده قانون اي بس، كيو بس، تي بس؟ لا، اتفقنا مع بعض ان اي قانون عندك او عندي مجموعه من السيمبلز او مجموعه من الليترز. طيب الحاجه اللي انا نفسي اجيبها ساعتك عايزه تجيبيها بروزيها، خليها في سايد لوحدها مع الايكوال، والحاجه الزياده اللي مزولاك تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير سايد تغير ساين. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو عايز اجيب الكيو دي يبقى التايم دي كانت هنا زياده ومزولاك، ارميها معايا هناك الناحيه الثانيه. طب هي كانت تحت تطلع لفوق، يبقى تاني لو هي بوزيتيف تبقى نيجاتيف، لو هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، لو تايمز ديفايدد، لو ديفايدد تبقى تايمز، لو في باور يقلب روت، ولو في روت بيقلب باور، لو في ساين او كوزاين او تان يبقى شفت ساين شفت كوزاين اند شفت تان. يبقى انت ممكن تقول ان الكيو هايه بتساوي معايا اي في مين يا جماعه؟ في تي ولا لا؟ طيب دي تعتبر الكوانتيتي تشارج اللي بتقاس عندك بالكولوم، يبقى دي كميه مين يا جماعه؟ بالظبط كميه او عدد النمبر اوف الكترونز ذات باس عندنا ولا لا؟ تاني دي كوانتيتي اوف تشارج اللي هي عدد الالكترونز او عدد البارتكلز اللي بيعدي عندي كل ثانيه بكام. الكلام ده مهم يا جماعه جدا ان احنا نفتكره، وبيتقاس بالكولوم او ممكن تتقاس هنا طبعا دي بالامبير ودي بالسكند، فيبقى اسمها امبير ايه؟ دوت سكند عندنا. طيب بعد كده ممكن افك الكيو هاي، تزعل مني او تزعلي مني لو شلت الكيو حطيت مكانها ان في اي عادي صح؟ يبقى انا ممكن الاي بتاعتي بتساوي هنا مين يا واد؟ ان في اي اوفر التي، او مش الكيو دي كانها تايمز 1 والتايم ده كانه تايمز 1، يعني في 1 فوق وفي 1 تحت. طب طالما يا باشا 1 فوق 1 تحت كده كده ال1 ده رقم بيتكسف ما بيحبش انه يظهر. لو 1 على تي ممكن تشيل تحط مكانها مين؟ لا تاني هتشيله تحط مكانها مين؟ فريكوانسي صح؟ يبقى ممكن اقول ان الاي بتساوي كيو ملتبلاي الاف اللي هي الكوانتيتي تشارج ملتبلاي الفريكوانسي عندك او عندي ولا لا؟ طيب بعد كده ممكن افك الكلام دوت، ممكن ازاي بقى؟ هتقول لي بالنسبه لك ان الكيوهايه ممكن تساوي انايه في ايهايه صح؟ يبقى الاي هتساوي عندك ان في اي تايمز اف، انا بحب اسميه قانون النف اللي هو بالنسبه لك نمبر اوف الكترونز تايمز التشارج اوف الكترون تايمز الفريكوانسي. او في قانون بقى بيلم الثلاثه مع بعض اللي هم الاي والفي والار، الثلاث حاجات اللي بيوصفهم الكهرباء تمام او بيوصفوا الالكتريستي. الله ينور عليك يا عم سيف. يبقى تساوي بالنسبه لك هنا في هايه اوفر اراي. طبعا يا جماعه هنا الكرنت تنسي بيتقاس بالامبير او بيتقاس بكولوم بير سكند او بيتقاس عندك بمين يا واد؟ الفي دي بتقاس بالفولت نسبه لاسماعيل فولتا، وعندك بالنسبه لك الاوم ده نسبه لجورج سيمن اوم، وعندك بالنسبه لك الاثنين دول تايمز وديفايدد. لو تايمز بنحط الدوت نقطه ما بينهم، لكن لو ديفايد بنحط علامه السلاش او علامه البير. اخواتي في الله يبقى انت دلوقتي وصلت للكلام ده. يبقى انت ممكن تقيسها بالنسبه لك امبير او كولوم بالنسبه لك بير سكند، او بالنسبه لك هنا عندنا ممكن تبقى فولت بير اوم. طيب الكلام ده كله يا جماعه خليه قدامك خليه قدامك. يا ريت الناس يا جماعه تكتب الكلام ده بخط ايديها لو مش كاتباه المره اللي فاتت. الحاجه دي مودز اديشن، هديه مني ليك هديه مني ليكي، عشان بالنسبه لك وانت بتحل هتلاقيها ربطت الدنيا كلها ببعضها. طيب شباب الكلام دوت انا هطلع لك بره البورد بحيث لو حد عايز ياخده سكرين شوت او عايز بالنسبه لك يذاكره بعد كده تاني هسيبه لك كده تكتبه براحتك. طيب شباب بعد ما كتبنا الكلام ده افتح لي الواجب بتاعك بيج نمبر 35 صفحه 35 ويلا بينا نبص كده مع بعض. يا جماعه بيج نمبر 35 اللي هي المفروض بعتنا الصفحات بتاعتها مع بعض تمام على الجروب بتاعنا. طبعا البوكلت ان شاء الله خلاص خلال ايام هيوصل لك باذن الله تمام. احنا مطبعه باذن الله خلاص، هي المفروض بتسلمنا البوكلتس اليومين دول، وهنبتدي ان شاء الله نتواصل او مستر حمزه ادمن الاونلاين هيتواصل معاك يشوف انت في انهي محافظه او مكانك فين، وهيبتدي بالنسبه لك يبعت لك انت عنوانك ايه والكلام ده كله بالتفصيل. طبعا ابعت له عنوانك بالتفصيل، علامه مميزه في المكان بتاعك تمام. يا ريت انت هتبقى موجود امتى بالظبط عشان يجي لك التوصيل مظبوط تمام. واحنا ان شاء الله هنشحن لك البوكلت بتاعك باذن الله. هيبعت لك برده مصاريف الشحن كام، فانت هتبعتها طبعا على المحفظه عادي زي ما احنا متعودين، وهتلاقي باذن الله ان شاء الله البوكلت بتاعك وصل لحد عندك بالسلام. طيب سؤال نمبر 1 في بيج نمبر 35 بيقول لك ايه؟ Which of the following electric circuits shown the conventional direction I and the free electrons E؟ الحته دي احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكهرباء يا جماعه كان فيها صراع ما بين الساينتست وبعضهم، كان في بالنسبه لك
خلاف ان الكهرباء دي بتتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف ولا من النيجاتيف للبوزيتيف. فلما جينا اتفقنا مع بعض قلنا كالاتي، ان انت في عندك الصراع بتاعنا ده بيزيكلي او مينلي هيتحل كده، ان الالكتريستي اخواتي في الله ممكن تمشي من البوزيتيف للنيجاتيف ودي اسمها كونفنشنال او تراديشنال، ممكن تمشي من النيجاتيف للبوزيتيف ودي اسمها اكتوال او ريل. طب الفرق في ايه؟ الفرق هل انت بتتكلم عن الكهرباء كانرجي فتتحرك من الانرجي الاعلى للانرجي الاقل فيبقى البوزيتيف ده هو الهاير انرجي والنيجاتيف ده اللور انرجي، ولا بتكلم حسب النمبر اوف الكترونز؟ فالنمبر اوف الكترونز الاعلى يبقى ده النيجاتيف واللور نمبر اوف الكترونز يبقى ده البوزيتيف، لان الالكترونز لو انت فاكر لو سعادتك فاكره هي نيجاتيفلي تشارجد بارتكلز، فلو عندك الكترون يبقى نيجاتيف 1، لو عندك 2 يبقى نيجاتيف 2، لو عندك 5 يبقى نيجاتيف 5، لو عندك مليون يبقى نيجاتيف 1 مليون، صح؟ فالالكترونز لما بتزيد بتخلي النيجاتيفيتي اعلى، صح؟ فانت الالكتريستي بتتحرك از انرجي من هاير تو لور يبقى بوزيتيف تو نيجاتيف، اللي هو اللي بتكلم فيه دلوقتي conventional or traditional، اللي هو اسمه conventional or traditional current. طيب وفي نوع تاني اللي هو الاكتوال او ريل كارنت. طبعا يا جماعه الاكتوال او ريل كارنت انت ممكن تشوفه الاول وهله ان هما الاثنين عكس بعض. يا جماعه هي القصه كلها انت دلوقتي بتتكلم على الانرجي بتتحرك ازاي، وانا بتكلم على البارتكلز او التشارجد بارتكلز او اللي هي الالكترونز بتتحرك ازاي. فهم الاثنين موجودين، الاثنين موجودين، وحسبتها لك كمان شويه ان الاثنين فعلا بيتحركوا مع بعض. فما تقوليش يا اما دي اما دي، لا هم الاثنين موجودين فعلا وبيحصلوا مع بعض at the same time. طيب هنا قلنا الكونفنشنال ده هو بيتكلم according للانرجي higher to lower، فيبقى يتحرك من البوزيتيف تو نيجاتيف ولا لا؟ ولو حد كان مذاكر معايا المره اللي فاتت هيبقى فاكر الكلام ده. الله ينور عليكم، الله ينور عليك. وفي ناس عملت لي المانيفستوهات ديت وبعتتها لي على الواتساب. يا ريت يا جماعه الناس تبتدي بالنسبه لك تعمل لي انا بقى الملخصات دي، لان ممكن نعمل مسابقه ان شاء الله على الكلام ده كله عشان نشوف مين احسن ملخص ونبتدي بقى نكرم الناس اللي بتهتم دي. طيب النمبر اوف الكترونز هيتحرك هنا from higher number to lower number اللي هي from negative to مين يا واد؟ to positive. يبقى انت لو بتتكلم على اعلى نمبر اوف الكترونز يبقى ده النيجاتيف، لو بتكلم على بالنسبه لك اقل نمبر اوف الكترونز يبقى ده البوزيتيف ولا لا؟ كده كده الالكتريستي دايما هتلاقيها بتتحرك from قلنا بالنسبه لك الهاير فاليو، from الهاير فاليو اللي هي اعلى حاجه to مين يا واد؟ to lower value اللي هي تعتبر عندك اقل حاجه. فلو من higher energy to lower energy يبقى from positive to negative، لكن لو هي بالنسبه لك from higher number of electrons to lower number of electrons يبقى دي ايه؟ negative to positive. طيب عشان نثبت الكلام ده اكتر تعال نرسم رسمه ونركز اكتر. ادي بالنسبه لك positive negative، ادي هنا الديفايس بتاعنا، اقفل السيركت دي. طيب اللمبه دي واصله ولا فاصله؟ تبقى واصله. فيها كهرباء ما فيهاش كهرباء؟ فيها كهرباء الحمد لله. ليه؟ لان فيها انرجي سورس. الشرط الاولاني حاجه بتعمل كيك للالكترون بتحركه من مكان للتاني موجوده. تاني حاجه دي كلوزد باس، كلوز سيركت، طريق مقفول، طريق بالنسبه لك الالكترون فيه بيلف ويدور عادي مفيش مشكله. انا دلوقتي حالا ادي البوزيتيف دي هاير انرجي، النيجاتيف دي لور انرجي. انا لو جيت اتحركت من البوزيتيف تو نيجاتيف يبقى انا كده بتحرك من انرجي الكبير لانرجي الصغير، يبقى دي كونفنشنال او تراديشنال. طب لو جيت اتحركت عندك او عندك كده من النيجاتيف للبوزيتيف يبقى دوت كده السكه بتاعت الالكترون تشارج ولا؟ تمام. يبقى انت الاي اللي هي الكونفنشنال او تراديشنال كارنت بتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف. طب الاي اللي هي التشارج اوف الكترون بتحرك من فين يا واد؟ من النيجاتيف تو ذا بوزيتيف. هل دي فيها ازمه وفيها مشكله؟ طب زي الفل. خلي الكلام ده قدام عينك وعايزك تركز معايا. الاي والاي كده شبه بعض ولا عكس بعض؟ اكيد عكس بعض، صح؟ يعني واحده بتتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف والثانيه بتتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف. تعرف ان ده يخلينا السؤال الاولاني اصلا يا واد تستبعد فيه اجابتين، يعني الاجابه ايه ما تنفعش والاجابه دي ما تنفعش لسبب منطقي ولسبب واقعي. ايه هو؟ ان انت بص ايه، الاثنين ماشيين من البوزيتيف للنيجاتيف، ماشيين في نفس الدايركشن، صح؟ الاثنين بيلفوا ناحيه ايدك اليمين. طب هنا دي غلط، الاثنين بيلفوا من النيجاتيف للبوزيتيف، بيلفوا ناحيه ايدك الشمال. فاصلا الاي والاي استحاله يكونوا متفقين، لازم يكونوا مختلفين ولا لا؟ واحده تمشي من ده لده والثانيه تمشي العكس. فاصلا الاجابه ايه والاجابه دي الاثنين ماشيين شبه بعض، فده ما ينفعش افكر فيها اصلا. فالاجابه الصح هتبقى بين البي والسي. طب تعالى نفكر كده. هنبص بقى، الشرطه الكبيره دي هي الهاير انرجي بوزيتيف، الشرطه الصغيره دي اللور انرجي نيجاتيف. الاي بتمشي من البوزيتيف للنيجاتيف في البي، والالكترون بيمشي عكسه من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى الاجابه الصح فعلا مين يا واد؟ بهايه ولا لا؟ يبقى انت رستق الكلام كده واحده واحده، ركز معايا واحده واحده، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك ان شاء الله على طول. طيب سؤال نمبر 2 بيقول لك the opposite diagram represent a section of a conductor، يعني الراجل بيقول لك هنا ده جزء من كوندكتور
واير، ممكن يكون بالنسبه لك كوبر، ممكن يكون زنك، ممكن يكون ايرون، ممكن يكون اي حاجه من الميتالز. طيب قال لك بالنسبه لك carrying electric current so the which of the following choices show the relation among current intensity across cross sectional x y z. يا جماعه عايزك تركز في التفاصيل، الرسمه دي داخله اي طالعه اي. طيب هقول لك على حاجه بما يرضي الله، السكه بتاعت الكهرباء انا معاك ان في مكان واسع وفي مكان ضيق، بس هل هم اتحركوا في سكه غير السكه دي؟ لا. بص يا واد، السكه دي لو هي بالنسبه لك نفس الستريت لاين اسمها سيريس كونكشن. تاني، السيريس يعني الكهرباء تمشي في ستريت لاين، تمشي في نفس الطريق، تمشي في نفس السكه. طيب لو الكهرباء ماشيه سيريس في نفس الستريت لاين، او بالبلدي هنكتبها بالعربي نفس السكه يا واد، نفس السكه يا خالتي، يبقى ده معناه بالنسبه لك ان الاي بتاعتي كونستنت، الاي بتاعتي سيم، الاي بتاعتي لا بتزيد ولا بتقل، بتفضل زي ما هي. يبقى انت دلوقتي لو الكهرباء بتاعتك مشت في نفس السكه، مشت في نفس الستريت لاين، مشت بالنسبه لك هنا سيريس زي ما بيقولوا، لان احنا اتفقنا ان في طريقتين ممكن الكهرباء تمشي بيهم. انت دلوقتي لو انا عايز اروح من هنا لهنا وقدامي سكه يمين وسكه شمال، لو انت مشيت يمين وانا كمان مشيت معاك يمين، يبقى احنا الاثنين مشينا في نفس الطريق، احنا الاثنين مشينا في نفس السكه. لو التشارج مشوا في نفس السكه دي اسمها سيريس، الاي بتفضل ثابته، لا بتزيد يا واد ولا بتقل، لا بتزيد يا خالتي ولا بتقل، بتفضل زي ما هي. طب انا دلوقتي لو انا ككهرباء التشارج مشيت يمين وانت حبيت تمشي شمال، يبقى انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق تاني، صح؟ يبقى كل واحد فينا في سكه، دي اسمها باراليل كونكشن، دي اسمها باراليل كونكشن، هنشوفها النهارده في الشرح اكتر كمان في جهاز الفولتميتر. يبقى انت دلوقتي هنا لو الجهاز بتاعنا الكهرباء فيه ماشيه بالنسبه لك في سكه واحده، ماشيه في طريق واحد زي ما بيقولوا، تمام؟ يبقى انت تعتبر سيريس كونكشن، تعتبر ستريت لاين، يبقى الاي بتاعتك كونستنت، يعني معناه ان الكهرباء في اكس هي الواي هي الزد. واحد رفع ايده قال لي مستر ماضي انت قلت لي عشان ابقى فاهم اسال نفسي دايما سؤال ليه؟ ليه بقى؟ ليه لو هم ماشيين في نفس السكه او في نفس الطريق الاي بتاعتهم لا بتزيد ولا بتقل، مع ان في سكه هنا اوسع من سكه وسكه هنا اضيق من سكه؟ اقنعني بقى ليه بالنسبه لك يفضلوا نفس الاي؟ اقول لك يا واد، عشان هم ماشيين في نفس الطريق. هل في طريق جدهم شويه الكترونز؟ ده مش موجود. هل في طريق تاني خد منهم شويه الكترونز؟ ده برده مش موجود. انت كانك يا باشا انا وانت ماشيين مع بعض في نفس الطريق، الطريق ده بيوسع شويه وبيبقى اضيق شويه، بس مفيش سكك جانبيه، مفيش حاجه بتيجي تدي لك مثلا شويه الكترونز، مفيش سكه ثانيه بتيجي تتفرق عندها الالكترون، صح؟ فانت دلوقتي ماشي في نفس الستريت لاين، يبقى لازم الاي تبقى كونستنت، فتبقى الاجابه ان هم كلهم ايكوال تو ايتش اذر. يبقى الاجابه ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ طبعا الاجابه الصح بي. يبقى اول سؤال بهايه، ثاني سؤال بهايه. ثالث سؤال ركز بقى معايا كده، الراجل بيقول لك يا واد if an electric current intensity 5 amperes. جماعه اتفق معايا اتفاق، اي سؤال بالنسبه لك هنطلع جيفن داتا، ورقه وقلم يا ست الكل، ورقه وقلم يا معلم، واكتب معايا بقى اللي انا هقوله. الايايا بتساوي معايا 5 امبير، 5 amperes. طب كمل passes through a conductor then quantity of charge that pass through a certain cross-sectional conductor within 2 seconds. يبقى دي التايم بتاعنا 2 seconds ولا؟ هل ممكن اجيب الكيو هي ولا مش ممكن؟ ممكن. بص في المانيفستو غش معايا السؤال ده، انت بتقول ايه؟ ان الاي بتساوي كيو اوفر التي، صح؟ طيب الكيو ممكن اجيبها من هنا طبعا، اللي نفسك فيه سعادتك عايزه تجيبيه بروزيه، هيفضل هو اللي في مكانه، هيفضل هو ما بيتحركش من مكانه، والتايم الزياده اللي مزاولاك تترمى تعدي هناك، تغير السايد تغير الساين، يبقى ديت هنا هتعدي بدل ما هي كانت بالديفايدد تعدي بالتايمز. يبقى الحاجه اللي انا عايز اجيبها، الحاجه اللي عايز اجيبها بخليها في مكانها، ما بتتغيرش خالص، تفضل في مكانها، والزياده اللي مزاولاك تترمى وتعدي هناك، تغير السايد تغير السايد. يبقى تاني بوزيتيف يبقى نيجاتيف، نيجاتيف يبقى بوزيتيف، تايمز يبقى ديفايد، ديفايد يبقى تايمز، باور يبقى روت، روت يبقى باور، ساين كوزاين تان، شفت ساين شفت كوزاين شفت تان. تمام؟ طب تعالى، يبقى الكيو هي بتاعتي هتساوي مين يا واد؟ اي ملتبلاي التي، كالكوليتر كاسيو مع بعض، يلا بينا. الاي هنا ب 5 ملتبلاي التايم بتاعنا ب 2، تطلع معايا بكام يا جماعه؟ 10 كولومز ولا لا؟ يبقى الاجابه عندك 10 كولومز، يبقى الانسر ويل بيكمز سي. طبعا سؤال سهل جدا، خش بالنسبه لك على اللي بعده. طيب شباب سؤال نمبر 4 بيقول لك ايه؟ قال لك the electric current that are passing through a conductor ماشي equal 0.3 amperes which means that الاي بتاعتي اصلا ليها قوانين كتير 5. طيب امسك القانون الاصلي بتاع المنهج اللي هو كيو على التي. طيب لو قلت ان الاي دي بتساوي 0.3 امبيرز، ده معناه ايه؟ معناه ان الكوانتيتي اوف تشارج 0.3، بس التايم لازم يكون ب1 ولا لا؟
ليه يا مستر ماضي؟ لان اي حاجه ديفايد باي 1 بنفس الفاليو يا واد. 1 على 1 ب 1، 3 على 1 ب 3، حمو على 1 تطلع بنفس الحمو. فاهم حاجه ولا لا؟ فانا دلوقتي لو شلت دي حطيت مكانها 0.3 ودي هنا ب 1 تطلع معاك بنفس الاجابه اللي هي ب 0.3 ولا لا؟ امبير. طب تيجي ندور على الكلام ده. اول واحده ما تنفعش لانه قال لك 0.3 كولوم وسكت. طب تاني واحده تنفع لانه قال لك quantity of charge 0.3 كولومز ثرو كام يا واد؟ 1 سكند. فدي الاجابه المنطقيه اكتر لانها اللي لما الداتا انفورميشن بتاعت الكيوهايه والتيهايه. فكانت الاجابه للاسف ايه ما تنفعش؟ كانت ناقصه التايم بتاع ال1 سكند ولا. طبعا يا جماعه احنا كده خلصنا بيج نمبر 35. عايز اقول لك بقى على حاجه تركايه مهمه جدا. بصوا يا شباب احنا بنحل الواجب بتاعنا 3 مرات. تاني الواجب بتاعنا 3 مرات، ماده شبه الفيزيكس، شبه الكيمستري، شبه الميكانكس، شبه الماثماتكس، او شبه بالنسبه لك حتى المواد العلميه كلها اللي انت هتعدي عليها طول حياتك لو ربنا كرمك في هندسه او في طب. تمام؟ المواد دي مواد بتتحل عليها فتتذاكر. فانت هتحل 3 مرات يا واد. بص يا معلم، المره الاولانيه هي مره الواجب، ان انا جيت مثلا خلصت الدرس شرحناه ظبطناه ربطناه خدنا المانيفستوهات بتاعته خدنا القوانين بتاعته وحلينا مع بعض. فدي اول مره اسمها الترايل اند كوريكشن. سي مثلا انت خدت 30 سؤال واجب، 30 سؤال دول انا ما عنديش مشكله تحلهم 30 غلط عادي، بس انا عندي مشكله ان انت بعد ما تحل غلط ما تعرفش ايه الصح. دي مشكلتي بالنسبه لي. طب انا هعمل ايه؟ انا بعد كل حصه لو انت خدت بالك البوكلت بتاعي اهو، تمام؟ انا مثلا سي السؤال اهو عامل له موديل انسر بالتفصيل ممل. انا بقرب من الكاميرا اهو عشان تبقى شايف الكلام ده اهو، موديل انسر بالتفصيل بالخطوات زي ما انا بعمل هنا على البورد بالظبط. طيب البي دي اف ده هعمله لك كام سكانر وابعته لحضرتك ان شاء الله في الجروب بتاعكم. تمام؟ يعني هبعته على طول بعد الحصه. يعني سي مثلا الحصه الاولى يوم الثلاث، تمام؟ هتلاقي الواجب دوت بعد ما تسلمه الثلاث يوم الاربع نزل البي دي اف بتاعه. طيب الحصه الثانيه مثلا يوم الجمعه، يبقى على طول ان شاء الله يوم الجمعه بالليل او يوم السبت نزل الواجب بتاعه. طب ليه؟ عشان اضمن ان كله سلم الواجب بتاعه، محدش مستني ينقل الواجب مني انا. طيب حضرتك حليت الاسئله دي، تمام؟ اول مره اسمها الترايل اند كوريكشن، انت بتعافر وبتحاول مع نفسك ومع دماغك انت تحل الاسئله. طيب السؤال انت عارف تحله الله ينور، طب مش عارف تحله علم عليه يا معلم، اعملي لي كده بالنسبه لك ساين جنبه، مشكله بالنسبه لك علامه استفهام ستار ايا كان، بروزه يعني، وابتدي بالنسبه لك حله بالفكر اللي انت شايفه صح. صح بقى ولا غلط دي هنبتدي نراجع مع بعض ونشوف الصح ايه والغلط ايه. طيب تاني طريقه حل او تاني مره للحل، لما ينزل لك البي دي اف بتاع الهوم ورك بتاعنا سؤال باجابه بالتفصيل جت منين، ماشي؟ عايزك تقرا السؤال بالاجابه وتشوف انت حليت ازاي. اقرا السؤال بالاجابه وقارن اجابتك باجابتي. تمام؟ اولا هتلاقي نفسك اتعلمت اكتر، ثانيا لو انت كنت حليت بطريقه وانا حليت بطريقه فانت اكتشفت طريقه جديده، ثالثا هتلاقي بقى عندك تريكس هيتس ريماركس اكتر هتساعدك ازاي توصل المعلومه احسن بعد كده. فانت دلوقتي الحاجات اللي شبه دي هتلاقي نفسك انت وانت بتراجع لتاني مره اكتشفت حاجات تانية، شفت حاجات افضل، والسؤال اللي كنتش عارف تحله انت بالنسبه لك شفت طريقه حل، فاكتشفت ازاي انت كنت عطلان، انت الغلطه كانت هنا. انا مشكلتي ان انا ما كملتش الحته دي، انا مشكلتي ان انا عملت دي غلط، مشكلتي عكست دي مكان دي. فاهمين قصدي؟ فاهمه دماغي؟ انت لو عملت كده مع نفسك وكتبت جنب كل سؤال بالبلدي ايه الغلطه عندك، والله العظيم هتبقى بيرفكت. دول طريقتين. طب الحل الثالث امتى؟ لما اقول لك بقى امتحان شامل او امتحان سيمي شامل، ساعتك بتراجع ازاي الفيزيكس او بتراجع ازاي المواد العلميه. باشا انت مش هتقعد تفرلي لي الورق بتاع الدرس خالص يا معلم. انت مشكلتك مش في الكلام النظري، انت مشكلتك اصلا القائمه كلها في حاجه واحده بس، ان انت فاهم بس مش عارف تحل. صح ولا غلطان؟ طب يبقى انت تراجع الحل سؤال باجابه يا معلم. تاني لو انا مشكلتي اصلا في الدنيا ان انا ببقى فاهم كويس جدا يا مستر، اجي احل مش عارف احل، يبقى انت مشكلتك انت مش بتراجع دايما الحل بتاعك، مش بتراجع دايما المايند سيت بتاعتك فكرت في ايه والمفروض كنا نفكر ازاي. فاهم قصدي؟ فلما انت تيجي مثلا عندك امتحان شامل بما يرضي الله، لو عايز تقفل فيزيكس هتراجع سؤال باجابه المفروض هنا كنت اعمل ايه؟ المفروض انا كنت اعمل ايه؟ المفروض انا كنت اعمل ايه؟ هتلاقي نفسك انت لميت بالنسبه لك ميكانيزمات حل كتير، افكار حل كتير، ظبطت الدنيا دي. ويا سلام لو انت بقى بايدك ليله امتحان الشامل مثلا ولا حاجه قعدت تحل بايدك تاني مره واثنين وثلاثه، والله العظيم تبقى بيرفكت، تبقى ظبطت الدنيا قوي. طبعا يا جماعه القرارات اللي نزلت جديده والحمد لله ان احنا بنحمد ربنا ان دي فعلا نزلت، ان انت امتحانك دلوقتي بقى 50% مقالي 50% ام سي كيو. ده حلو قوي. ليه؟ انا بحب بصراحه المقالي. بص يا جماعه المقالي بالامانه يفهمك انت فاهم ولا عامل نفسك فاهم. واقول لك على حاجه ما يظلمكش في النتيجه، لان انت دلوقتي كان في ناس كتير بتسمع انها اتظلمت مثلا في امتحانات السنين اللي فاتت. طب اتظلمت ليه؟ انت معاك بابل شيت، كلنا بنعمل كيتس، يعني كلنا بيبقى عندنا دوائر بنقعد نلونها. فاهم قصدي؟ فانت ايش ضمنك ان دي اصلا ورقتك؟ مفيش. طب ايش ضمنك ان ورقتك اصلا ما راحتش لحد تاني وجابوا لك ورقه حد فاشل؟ مفيش حاجه تثبت ان ده خطك اصلا. ما احنا كلنا بنلون دوائر. فاهم قصدي ولا لا؟
لكن الامتحان المقالي لا يا معلم، لا، انت بالنسبه لك هتكتب بخطك وتشوف هل ده فعلا خطك ولا مش خطك. لما تيجي تعمل اعاده تصحيح هتثبت بقى بالدليل ان الورقه دي فعلا مش ورقتك، انا خطي اهو يا جماعه والمكتوب ده ازاي ده شبه ده. فاهم قصدي ولا لا؟ فده اولا اثبات حاله ان انت فعلا ده ورقتك ولا مش ورقتك، درجتك ولا مش درجتك. ثانيا ده فعلا هيخليك تذاكر اكتر، لان يا جماعه معظم الناس بتفكر امتحانات الام سي كيو انها امتحانات اسهل. اقسم بالله انت فاهم غلط. المقالي هو اللي بيلم معاك درجات اكتر. على الاقل في المقالي لو كتبت القانون صح، بدات تمشي في خطوات صح، وصلت فاينل انسر غلط، هتاخد نص الدرجه. لكن لو انت تشوز يا معلم، هو السؤال يا صح يا غلط، ما فيهوش في النص، ما فيش خطوات على الستبس. فاهمين قصدي؟ فانت القرار ده والله العظيم شابوه فعلا وزاره التربيه والتعليم ان هم اخيرا سمعوا الناس. احنا بقى لنا 5 سنين يا جماعه فعلا نفسنا امتحان يبقى مقالي، نفسنا امتحان يبقى مقالي، فقال لك نراضي الناس كلها 50-50. حلو، شبه النظام الياباني، جميل يا معلم، كمل على الكلام ده. شبه برضه نظام الاي بي اللي هو الاي جي سي اس اي، النظام البريطاني، نفس الكلام. بيبقى عندك ورقه اساي وعندك ورقه ام سي كيو، تمام، وتبتدي تحل بالنسبه لك بايديك وتكتب بايدك عشان تبقى انت برضه المعلومه لزقت معاك. فده الحمد لله قرار كويس، قرار يحترم. تعال نخش بالنسبه لك على اللي بعده. طيب هات لي بيج نمبر 36. نمبر 36 بيقول لك ايه؟ سؤال نمبر 5 ده يا جماعه سؤال امتحان قوي، جاب لي كده في نموذج استرشادي كويس. قال لك ان ذا اوبزيت فيجر ا نيجاتيف الكتريك تشارج اوف 2 مايكرو كولوم. العلامه دي اسمها مايكرو. طبعا يا جماعه في ناس بتسمعني هنا ما تفرجوش على الحصه التاسيسيه اللي نزلناها على اليوتيوب. ايوه، في على اليوتيوب حصه تاسيسيه مهمه جدا، بالظبط ساعه 52 دقيقه. بعد اول ساعه ونص يا جماعه من اللك المتواصل في الحصه دي، لو انت جريت كده هتلاقي في حاجه مهمه جدا اسمها الكونفرجن اوف يونتس. دي يا باشا من اول حصه لحد اخر حصه عندك يا خالتي، لحد اخر حصه عندك يا اختي، دي هتبقى شغاله بيها على طول. اللي هو بالنسبه لك المتر والكيلومتر والسنتيمتر والمليمتر والميجا والتيرا والجيجا والحاجات دي جت منين؟ البيكو والفيمتو والانجستروم جم منين؟ الحاجات دي كلها مهمه يا جماعه. فبالله عليك، بالله عليكي، تمام، لو انت ما اتفرجتش على الحصه التاسيسيه دي، مش عارف الكونفرتات، مش عارف الجرافات، ازاي بقلب القوانين، ازاي بجيب ريليشنز، ازاي بعمل ايكويشنز، الحاجات دي لازم تتفرج على الحصه دي. والله حرفيا ساعتين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتفرجت عليها هتفرق معاك جدا. يا عم انت لو مستواك هنا اقسم بالله هيبقى هنا، ولو انت من الاوائل ان شاء الله نخليك اول جمهوريه باذن الله. فاتفرج عليها، اتفرج عليها واتفرج عليها، فهتفرق معاك. طيب الكونفرتات، المايكرو كولوم ما ينفعش يبقى مايكرو كولوم، لازم يبقى كولوم، صح؟ فمن مايكرو لكولوم تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طب افكر الناس عشان انتوا اخواتي. السنتي 10 باور نيجاتيف 2، الملي 10 باور نيجاتيف 3، المايكرو اللي هي الام المدلعه شرطه كبيره شرطه صغيره 10 باور نيجاتيف 6، النانو 10 باور نيجاتيف 9، انجستروم 10 باور نيجاتيف 10، بيكو بي فور بن 10 باور نيجاتيف 12، اف سمول فيمتو 10 باور نيجاتيف 15. طيب يبقى انت هنا هبتدي اطلع الكلام ده. طبعا يا جماعه اي سؤال فيه رسمه، في كلام جنب الرسمه وفي داتا على الرسمه. يعني انت السؤال المرسوم تاخد بالك من حاجتين. ماضي قال لك ايه؟ اي سؤال فيه رسمه تركز على الرسمه والكلام اللي جنب الرسمه. الكلام اللي جنب الرسمه فيه جيفن والرسمه فيها جيفن، هنربط الاثنين ببعض نحل السؤال ده ان شاء الله. عشان في ناس بتركز في الرسمه قوي، شكلها جميل قوي ماضي فعلا باشا، دي مش ديكور، دي عليها جيفن. الكلام اللي جنب الرسمه برده مش ديكور، اكيد برده عليه جيفن. فتعالى كده معايا، يبقى الكيو بتاعتي بتساوي 2 مايكرو كولوم. انا دلوقتي لو عايز احول من مايكرو كولوم لكولوم هنتايمز في 10 باور نيجاتيف 6. طيب هتطلع بكام؟ تطلع 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 كولومز ولا لا؟ لو عندك حاجه تايمز حاجه لزق الاثنين في بعض. تاني، لو عندك حاجه تايمز حاجه لزق لي الاثنين في بعض. طيب بعد كده التايم بتاعنا بيساوي 4 ملي سكند. طبعا ما فيش حاجه اسمها متر سكند، دي اسمها ملي سكند. طب الملي سكند ده يبقى بكام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. فتطلع معايا 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 سكندز ولا لا؟ طيب لو عايز اجيب الاي، ركز بقى معايا. الاي هنا هتيجي من القانون بتاعنا كيو هايه اوفر التي هايه، يبقى كيو ديفايدد تي. طب تعالى بقى كالكليتر، يلا بينا. هنحط هنا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6، 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 على بالنسبه لك 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الكلام ده كله كالكليتر هيطلع معايا بكام؟ يا ريت الناس يا جماعه تطلع الكالكليتر وتحسب معايا، احسبي معايا. طب ماشي، ممكن اجيب الكالكليتر بتاعتي بالمره عشان الناس ما تكسلش، يبقى كلنا شغالين مع بعض اهو. تاني عشان انا ما بحبش جدا الكسل. شباب انا الكالكليتر بتاعتي اهي والله اهو قدامك، اثبات حاله اهو. هفتح الكالكليتر، اشتغل معايا يا واد، اشتغل، يلا بينا. ها، يبقى اعمل كده فراكشن 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. الناس بتسمعني وهي مريحه على السرير، لا يا باشا ما تفردش ظهرك، قوم لي كده صحصح لي، اغسل وشك وتعالى لي. ورقه وقلم يا بيه، ورقه وقلم يا خالتي. الشغل ده تاني، انت ساعتك لو عايز تستفاد تو ذا ماكسيمم اعمل بوز للحصه، ورقه وقلم، كل سؤال حله تاني بايديك. لا انت هتعمل ده، انت هتعمل ده دلوقتي.
اعمل ده، اسمع كلام اخوك، والله العظيم هتفهم اكتر، والله العظيم هتستوعب الكلام اكتر. تمام يا جماعه؟ ما تعمليش كاني موفي نايت وتجيب لي فشار وتجيب لي تسالي والكلام ده كله. تاني حضرتك وقف الحصه، ورقه وقلم، كالكليتر، وابتدي تشتغل معايا. تاني تعالى هنا بقى، يبقى هنا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 على تحت 4 ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 3 تاك كواليتي، تطلع معايا 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 امبيرز ولا لا؟ انا عندي مشكله بسيطه، الاجابات عندي مش بالامبير، كلها بالملي امبير. طب لو عايز احول من امبير لملي امبير، يبقى من الكبير للصغير بعمل تايمز، يبقى هتعمل تايمز كام؟ تايمز 10 تو ذا باور 3. لو بحمل الكبير للصغير يبقى تايمز باور بوزيتيف، لو حمل الصغير كبير تايمز 10 باور نيجاتيف. دي في حصه البيزكس او التاسيسيه. هتطلع بكام؟ تطلع ب 0.5 ملي امبير ولا لا؟ تاني تبقى 0.5 ملي امبير. طيب ده كده يخلينا اصلا نستبعد اجابتين، يعني الاجابه A والاجابه B ما ينفعوش. ده دول ب 8 وانت عايز اجابه 0.5، فالاجابه بين C وD. طيب تعال ركز بقى على اللي بعد كده. يا جماعه الرسمه دي مهمه قوي. ليه؟ انت عندك التشارج نيجاتيف صح؟ يبقى دي الكترون مش الكترون. خالتي دي الكترون مش الكترون، الكترون. قشطه؟ طب انا دلوقتي الالكترون ده بيتحرك ازاي؟ اولا يا جماعه الالكترون ده لو بيتحرك من مكان للتاني فهيبقى ده النيجاتيف بتاعه وده البوزيتيف صح؟ لان انت بتتكلم دلوقتي على التشارج، فاللي بيتحرك كده اسمه الاكتوال او الريل كارنت. يبقى انت لو اتحركت من اكس تو واي، يعني اتحركت من نيجاتيف للبوزيتيف، ده الاكتوال او الريل كارنت. طب هو الراجل عايز مين؟ الكونفنشنال كارنت. جامد ده. يعني عايزها من نيجاتيف لبوزيتيف ولا من بوزيتيف لنيجاتيف؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا واد، والله العظيم في ناس يا جماعه بتفرح كده. في ناس اقسم بالله العظيم بسمع صوتها في وداني بتفرحني. تمام؟ على فكره صوتك بيوصل لي، طاقتك بتوصل لي لما انت بترد. ماشي، انا معاك الحصه ريكوردد ومسجله، انت بتشوفها في يوم بعديها. تمام؟ انا بسجل مثلا النهارده سي الخميس، انت بتشوفها الجمعه او كده، بس انا والله العظيم بحس باجابتك، والله العظيم بحس باجابتك، ده فعلا بجد. تاني انت دلوقتي لو قلت فعلا اتحكم من بوزيتيف نيجاتيف انا فخور بيك. لو قلت العكس يبقى تركز يا بيه، تركز يا خالتي. يبقى دي اسمها conventional or traditional current، اسمها conventional or traditional current ولا لا؟ تاني conventional or traditional current هتحرك المفروض من بوزيتيف لنيجاتيف، يعني from y to x، from y to x، والاجابه 0.5. تبقى الانسر بتاعتي بقت دي. تبقى الانسر بتاعتي مين يا واد؟ دي هي ولا لا؟ طيب نخش على السؤال اللي بعده. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 6 بيقول لك ايه؟ جميل. قال لك electric current intensity. طيب قال لك بالنسبه لك 5 ملي امبير. حلو. طبعا يا جماعه هنا لو انت هتسكت انا مش هسكت بقى. يبقى اي حاجه سنتي، اي حاجه ملي، اي حاجه مايكرو، اي حاجه نانو، اي حاجه انجسترو، اي حاجه بيكو، اي حاجه فيمتو لازم تتحول. طب تعالى طلع الجيفن. طلع لي الجيفن. يبقى الايايا بتساوي معايا 5 ملي امبير. اقسمها ملي امبير ولا نحول؟ يبقى دي تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. فتبقى هنا الاجابه 5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 امبيرز ولا. خد بالك لو عندك حاجه تايمز حاجه بلزق الاثنين في بعض، لو حاجه تايمز حاجه بلزق الاثنين في بعض. بالنسبه لك هنا عايز الكوانتيتي اوف تشارج بكام؟ ثرو تايم كام يا واد؟ ثرو تايم كام يا خالتي؟ 10 سكندز ولا لا؟ طيب تعال نجيب الكيوهايه. تعال نجيب، هو هنا الراجل عايز يجيب الكيو تطلع بكام؟ الراجل هنا عايز يجيب الكيو تطلع بكام؟ طيب يبقى الكيوهايه بتاعتي هتساوي اي ملتبلاي التي صح؟ الاي بتاعتي بكام؟ 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي التي اللي هي بكام يا واد؟ ب 10 صح؟ طيب الكلام ده كله كالكليتر هيطلع معايا بكام؟ 0.05 كولوم. تاني 0.05 مين يا واد؟ كولومز ولا لا؟ يبقى الاجابه بتاعتك A ولا B ولا C ولا D؟ طب الانسر بهي. خد بالك السؤال لسه ما خلصش، السؤال لسه مكمل معانا لتحت. The number of electrons that بالنسبه لك pass the cross sectional area through time interval بكام؟ طبعا يا جماعه هنا الاي ديت طالما انت لقيتها، طالما عندك اي يبقى عندك ان صح؟ طيب قانون الاي مع التي مع الان مع الاي اللي هو قانون رقم 2 فاكرينه؟ ان الاي بتاعتي بتساوي مين يا واد؟ ان تايمز اي اوفر التي. اخواتي في الله، اخي في الله، ركزي معايا. انت عايز تجيب الان من هنا النمبر صح؟ يبقى ده اللي هيفضل في مكانه. تاني يا جماعه في ناس هتقول لي مثلا حلها شيفت سولف. يا باشا ما عنديش مشكله تحلها شيفت سولف، انا بتكلم لو انت عايز تفهم هي جت ازاي كده. يا جماعه الناس اللي بتحل شيفت سولف دي انا اسف مع احترامي الشديد ليك، انت لو دخلت بالنسبه لك مثلا هندسه ان شاء الله ودخلت حاسبات ومعلومات، انت فين دماغك يا معلم؟ دماغك دي اللي هتجيب بعد كده الشغل. تمام؟ فافهم لنفسك وبعد كده عايز تحل شيفت سولف عشان تكروت ماشي، انا بتكلم عشان انت تفهم. انا دلوقتي عايز اجيب الان دي، يبقى دي اللي تفضل. الاي دي زياده مزولاك، عديها الناحيه الثانيه هناك، لما تعدي تغير سايد تغير ساين، لما تعدي تغير سايد تغير ساين. يبقى الاي دي كانت فوق تنزل تحت، والتي دي كانت تحت تطلع فوق. يبقى احنا دلوقتي وصلنا مع بعض للكلام ده اهو. يبقى الانايه بتساوي معايا اي في تي
اوفر الاي، اي في تي اوفر مين يا واد؟ الاي. عندك الاي، عندك التي، عندك الاي. تعال نعوض. يبقى الان هتساوي الاي هنا بكام؟ 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز التي بتاعتك بكام يا واد؟ التي هنا تطلع ب 10 ولا لا؟ اوفر الاي بكام يا جماعه؟ 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ولا لا؟ الكلام ده كله لما نيجي نحسبه على الكالكليتر تاني، احسبيه كده على الكالكليتر معايا، شوف يطلع بكام يا واد؟ يطلع ب 1 يطلع ب 3.125 تطلع ب 3.125 تايمز 10 to power. تعال نفتكر كده مع بعض. 3.125 تمام تايمز 10 to power 17 الكترون تايمز 10 to power 17. اعملها كالكليتر ما تكسلش. الكترونز عندك اهو يبقى 3.125 تايمز 10 باور 17 الكترونز. يبقى الانسر هنا ايه هي؟ يبقى انت سؤال رقم 6 ده اول واحده بي، ثاني واحده ايه. اول واحده بي، ثاني واحده ايه. طيب سؤال نمبر 7 بيقول لك ايه؟ قال لك a conductor carries electric current 16 امبير. طب تعالى نطلع الجيفن. يبقى ده هنا الكرنت بتاعنا، الاي بتاعتي 16 امبيرز. طيب قال لك سو ذا ماس اوف حلو ده. عايز الماس بتاع الالكترونز بكام اللي هيعدوا لما يبقى التايم بتاعنا 2 سكندز عندنا. وراح جاي الراجل مديك رقم كده، الام اي ماس الالكترون 9.1 تايمز 10 باور 31 كيلو جرام. طب تعالى افهم. بص يا جماعه، انا دلوقتي لو عندي برتقانايه وزنها 150 جرام 150 جرام، لو عندك 5 برتقانات هيبقى بكام؟ 750 جرام. انا معاك. طب عملت ايه يا مستر؟ جبت ماس الواحده تايمز النمبر بتاعهم، صح؟ يعني انت لو عايز الماس توتال من حاجات ايكوال لبعض هجيب واحده فيهم كماس تايمز النمبر بتاعهم تايمز عددهم، صح؟ طيب القصه كلها ان ربنا لما خلق الالكترونز دي خلق لها ماس كونستنت. الماس الكونستنت هو مديني رقمه 9.1 تايمز 10 باور 31 كيلو جرام. السؤال بقى، السؤال وركز معايا، ده وزن الالكترون. طب انا دلوقتي لما يعدي كهرباء 16 امبير في تايم بالنسبه لك 2 سكند، هل اللي هيعدي هيبقى الكترون ولا رقم غير النمبر بتاع الالكترون ده؟ صح؟ يعني هيبقى واحد ولا اكتر من واحد؟ هيبقى اكتر من واحد. الله ينور عليك. طب انت عارف بكام؟ والله ولا انا عارف بكام، بس ممكن نجيبه. هقول لك ليه. الاي والتي انت عايز تجيب الان، صح؟ انت عارف ان الاي كتشارج الالكترون كنا لسه كاتبينها 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف كام يا واد؟ 19 كولومب. هل ممكن نجيب النمبر من هنا ولا مش ممكن يا واد؟ ممكن، صح؟ طب تعالى يا محمد، تعالى هنا يا باشا. انت لو عايز تجيب الان دي من اي وتي واي، بالله عليك افتح المانيفستو، بالله عليك افتح المانيفستو بتاعك، قرار رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 بالظبط، رقم 2. يبقى انت الاي هتساوي معاك هنا ان في اي اوفر التي. تعال نجيب الان من هنا. يبقى الان دي لو انا عايز اجيبها، الاي دي كانت فوق تنزل تحت، والتي دي كانت فوق كانت تحت تطلع لفوق، صح؟ الناس فايقه اهي، الله ينور. يبقى انت دلوقتي عندك هنا النايه بتساوي معايا ايايا في تيهايه اوفر الايهايه. اشتغل معايا كالكليتر، يلا كاسيو، يلا بينا كاسيو، اشتغل معايا. يبقى انت هنا الاي بتاعتي 16 ملتبلاي التايم بتاعي بكام يا واد؟ ب 2 اوفر تشارج اوف الكترون 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف كام يا واد؟ 19 ولا؟ الكلام ده كله كالكليتر هيطلع النمبر بتاعنا بكام؟ هيطلع العدد بتاعنا بكام؟ احسبها كده، هيطلع ب 2 تايمز 10 باور 20. هيطلع كده 2 تايمز 10 باور 20 الكترونز. ده عدد الالكترونز بتاعتك، عدد الالكترونز بتاعتي. طب باشا انا دلوقتي عايز اجيب الماس توتال، عايز اجيب الماس توتالي. يبقى هتعمل ايه؟ هتجيب ماس الالكترون تايمز النمبر بتاعنا ولا لا؟ صح؟ هتجيب ماس الالكترونيه تايمز النمبر بتاعنا ولا لا؟ هتجيب الماس ده تايمز النمبر ده. طب يلا بينا نحسبها، يلا بينا. ماس الالكترون بكام؟ 9.1. طبعا ارقام تحسها ارقام محاضر كده، معلش يا رفخ شويه. 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 كيلو جرام ملتبلاي في النمبر بتاع الالكترونز اللي هي 2 تايمز 10 باور 20 اللي انت لسه كنت حاسبها معايا دلوقتي. تاني انت عندك 2 تايمز 10 باور 20 الكترونز. الرقم ده كبير جدا، انت عارف ده 2 جنبيه 20 زيرو. انت متخيل الرقم؟ جنبيه 20 زيرو. ده 6 زيرو بمليون يا معلم. تمام، 9 زيرو بمليار، ال 20 زيرو ما اعرفش بكام بصراحه، الارقام كبيره جدا، ربنا يوعدنا ويوعدك ان شاء الله. فحاجه شبه كده لما تيجي تحسبها على الكالكوليتر تطلع بكام بقى؟ 9.1 تايمز 10 باور 31 تايمز 2 تايمز 10 باور 20. اللهم بارك، ارقام تحسها كده على سفر. تطلع معاك 1.82 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 كيلو جرامز. ده الرقم اللي طلع في الاخر، صح؟ الرقم ده موجود اهي. الانسر بتاعتي بي، الانسر بتاعتك بي.
طبعا يا جماعه اسئله شبه دي يا ريت يا ريت لو انت تعمل بوست طبعا وتحلها تاني دلوقتي، يا ريت والله انا هبقى فخور بيك جدا على فكره، هبقى فخور بيك جدا ان انت تبقى الكلام ده انت اصلا يعني حليته بايدك دلوقتي معايا، فبيرفكت انا بص هبقى مبسوط بيك. طيب نمبر 8 if the flow rate يعني كلمه flow rate بص يا جماعه كلمه flow يعني باس، ريت يعني تايم، فكلمه فلو ريت معناها بالبلدي ايه؟ النمبر ذات باس اتش تايم 1 سكند. طيب بالبلدي يا جماعه كلمه فلو ريت يعني ان على تي، عشان اجيب من ابو اخر. تاني فلو ريت معناها ان على مين؟ على تي. يبقى دوت العدد اللي بيعدي كل تايم كام يا واد؟ كل تايم كام يا خالتي؟ 1 سكند. قشطه؟ قشطه. طب نكمل. قال لك بالنسبه لك هنا if the flow rate of the electron x is بتساوي بالنسبه لك 10 باور 20 الكترونز بير سكند، يبقى انت عندك الان على تي، تاني عندك الان على تي بتاعت الاكس بتساوي كام يا واد؟ 10 باور 20 الكترونز بير سكند. طب لو عندك ان على تي بتاعت الواي هتساوي كام هنا؟ 2 تايمز 10 باور 20 الكترونز بير سكند. طبعا يا جماعه دي الكترونز بير سكند هنا ودي هنا الكترونز بير سكند هنا. قشطه قشطه. طيب الراجل بيقول لك ايه بقى؟ قال لك لو احنا عايزين دلوقتي نجيب الاي اكس على الاي واي بكام؟ طيب اسالك سؤال، مش انت عندك دلوقتي الاي ليها علاقه بالان والتي؟ في قانون بيقول ان الاي بتساوي ان اي اوفر التي، وقلت لك قانون كده لو انت فاكر، طالما عندك ان يبقى في اي، لو عندك ان يبقى في اي، لو عندك ان يبقى في اي. الله ينور عليك يا واد. طب تعالى بقى الاي دي كده كده ثابته اللي هي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، ما هي كده كده لو في ريشيو، لو في حاجه ديفايدد حاجه، لو الحاجه اللي فوق هي الحاجه اللي تحت يا واد، مش الاثنين اوفر بعض، مش الاثنين ايكوال بعض، كده كده هيتكنسلوا هيشيلوا هيطيروا بعض ولا لا؟ فانت دلوقتي وصلت بالبلدي ان الاي دي مع الان والتي دي ريليشن ايه؟ ريليشن ايه؟ دايركتلي، صح؟ وكلمه دايركتلي معناها يا مستر مات، معناها الاثنين بيقلدوا بعض. يعني لو الاي اكس على الاي واي فهتساوي مين يا واد؟ هتساوي ان على تي اكس اوفر ان على تي بتاعت الواي. يبقى انت هتشيل ان على تي بتاعت الاكس دي وتحط مكانها 10 باور 20، وهتشيل ان على تي بتاعت الواي دي وتحط مكانها 2 تايمز 10 باور 20. يبقى انت دلوقتي لو بالكالكليتر تطلع هاف ولا لا؟ اقول لك على حاجه من غير كالكليتر، لو حد فيكم يعني بيحل ماس كتير او عينه واخده على الارقام، لو عندك رقم فوق شبه رقم تحت يبقى اللي فوق بيدعم على تحت ولا لا؟ صح؟ كنسل مع بعض، يبقى ده كنسل مع ده، يتفضل عندك فوق 1 وتحت 2، تطلع الاجابه عندك هاف يا واد ولا لا؟ تطلع الاجابه عندك او عندي بهاف ولا لا؟ طب الانسر دي تبقى الاجابه ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ تبقى الانسر سي هاي، تبقى الانسر بتاعتي سي هاي. جربها برضو بايدك عشان تطمن، جرب ايدك عشان تطمن. طيب سؤال نمبر 9، الراجل جايب لك بقى بالنسبه لك سيركلر موشن، تمام، وطبعا دلوقتي بالنسبه لك هيبقى فيه فريكونسي والكلام ده كله. طيب تعالى ناخد لنا بقين ميه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بريك بقى ميه زي ما بيقولوا كده، عشان الماده دي حرفيا ماده مثيره للعطش، فخد لك بقين ميه كده عشان تركز تاني ويبقى جسمك هايدريتد، واقرا السؤال ده بتركيز وحاول تحل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. طيب يلا بينا يلا بينا. سؤال نمبر 9 بيقول لك ايه؟ 9 اخي في الله اختي في الله، بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر، الرسمه التي امامك اخواتي في الله، بيقول لك كده ان كوانتيتي تشارج بتساوي 2 مايكرو كولوم. خلاص بقى بقينا خبره بقى. الاول كانت بتضايقنا المايكرو دي، خلاص دلوقتي عارفين المايكرو دي ب 10 باور نيجاتيف كام؟ 10 باور نيجاتيف 6. الله ينور عليك. تاني المايكرو بقت معروفه خلاص ان هي 10 باور نيجاتيف 6 عندك ولا لا؟ طيب فدي هتبقى بالظبط 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 كولومز. طيب بعد كده الراجل قال لك الفريكونسي بتاعتك بقى بتساوي كام يا جماعه؟ 1000 هرتز. يبقى الفريكونسي بتساوي عندك 1000 هرتز ولا لا؟ هل ممكن اجيب الاي ولا مش ممكن يا جماعه؟ ممكن صح؟ طب تعالى نجيب الاي، يلا بينا. يبقى انت الاي بتاعتك هتيجي بالنسبه لك ازاي؟ كيو تايمز اف اللي هو كان رقم 3. يبقى الاي بتاعتك او بتاعتي هتساوي كيو هايه ملتبلاي الافايه، فتطلع معايا كيدز اللي هي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 ملتبلاي هنا الفريكونسي ب 1000 صح؟ تطلع معايا ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبيرز. طيب ممكن من هنا حد يحولها اللي هي تطلع بالنسبه لك 2 ملي امبير، او في ناس ممكن تبقى مركزه قوي. ازاي؟ واحد قال لي قبل كده مستر ال 10 باور نيجاتيف 2 اسمها سنتي، ال 10 باور نيجاتيف 3 دي اسمها ملي، انا ممكن اشيل دي كلها احط مكانها ملي امبير على طول ولا لا؟ فتبقى 2 ملي امبير. او 10 باور نيجاتيف 6 تبقى مايكرو، 10 باور نيجاتيف 9 تبقى نانو، وفي ناس مذاكراها طبعا فهي عارفاها. طب لو حد مش مذاكر ومش عارف، عادي هنحول. انت بتحول من الكبير للصغير، يبقى تايمز باور بوزيتيف، يبقى دي تايمز 10 باور 3
من امبير لملي امبير تايمز 10 باور 3، من ملي امبير لامبير تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى تاني من الكبير للصغير تايمز باور بوزيتيف، من الصغير الكبير تايمز باور نيجاتيف، فتطلع معايا الاجابه هنا بالظبط 2 ملي امبيرز ولا. طبعا يبقى الانسر بتاعتك هنا ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ تبقى الانسر بتاعتي بي هي. قشطه. فانت لو عايز تشيل 10 باور نيجاتيف 3 على طول تحط مكانها ملي ماشي، عايز تحولها وتجيبها ملي برضه امبير ماشي. سؤال رقم 10 ده سؤال مميز قوي، انا بصراحه بحب السؤال ده، هقول لك ليه. اولا السؤال ده جاب لي كده في امتحان ثانويه عامه، ثانيا بالنسبه لك السؤال دوت بيبقى ربط ما بين الكيمستري والفيزيكس، وهقول لك ليه. قال لك بالنسبه لك هنا بيزد اون ا بورز موديل. لو انت فاكر السنه اللي فاتت في الكيمستري انتوا خدتوا ان الاتوم دي ايه يعني نو وتوم يعني ديفيجن، صح؟ وديت بالنسبه لك تعتبر اصغر حاجه ممكن توصل لها بالنسبه لك لما تقعد تكسر في الماده. بعد كده الجريك فيلوسوفرز، بعد كده جاء ارسطوطل واحد هبيت كده قال لك ان انت كل حاجه في الدنيا بتكون من 4 كومبوننتس، الاير والفاير والدست والووتر، فاكرين؟ ولما تغير الكومبوننتس برسنتج بتاعتهم فبيغير من ماده لماده ثانيه، فانت ممكن تحول الحديد لذهب. طبعا الناس فضلت مصدقه بالنسبه لك الجهل دوت لمده 2000 سنه، لحد ما جاء بالنسبه لك واحد اسمه بويل وقال لهم يا جماعه الكلام ده حرام غلط، ايه اللي بتقولوه ده؟ ربنا خلق حاجه اسمها اليمنتس، الحديد حديد والذهب ذهب، وده حاجه وده حاجه، وده ليه بروبرتيز وده ليه انذر بروبرتيز ولا لا، وطلع بالنسبه لك ان في حاجه اسمها اليمنتس. بعد كده جه دالتون قعد يشوف بقى طب ليه هم مختلفين، تمام، ويدرس بالنسبه لك الاتوم ديت. بعد كده جه رازرفورد، وجاب بالنسبه لك بعد كده بور اند سو اون. طيب القصه كلها كان في تومسون طبعا في النص. القصه كلها ان بور ده لما جاب بالنسبه لك اشتغل على ايه؟ اشتغل على الهيدروجين بس. فتاني يا جماعه لما يقول لك بورز اتوميك موديل، بورز اتوميك موديل ده اشتغل على حاجه اسمها H11 اللي هو بالنسبه لك الهيدروجين بتاعنا. طبعا الهيدروجين دوت كان هو فيه الكترون واحد، الراجل ده يا جماعه كان راجل ساديزم قوي، كان ماسك الهيدروجين ده تمام، قعد يعذبه، مسك الهيدروجين مره راح جاي مسخنه ولع فيه، فخلى الالكترون ده يقعد ينط بالنسبه لك لهاير انرجي ليفل ويدرس السبيكترم بتاعه، او راح جاي مكهربه، فاهم قصدي؟ اداله هاي دي سي فولتج او هاي بالنسبه لك الكتريستي، كهرباء عاليه يعني، فبرضه الالكترون ده نط لفوق قعد يدرس السبيكترم بتاعته. ولو انت فاكر ومذاكر طلع لك حاجه اسمها 4 كولرد سبيكترال لاينز، صح؟ طيب هنا الكلام اللي انا قلته ده كله كماضي عشان اوصل لمعلومه ان النمبر اوف الكترونز هنا بيساوي كام يا واد؟ 1. وكده كده انت عارف ان التشارج الكترون بتساوي كام؟ 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 كولوم، صح؟ طيب بعد كده الراجل اداك الراديوس، حلو ده. الراديوس بتاعنا بيساوي 0.53 انجستروم. بالله عليك اسمها انجستروم؟ بالله عليك. طبعا انجستروم لازم تحول لمتر. طب الانجستروم لمتر بكام يا مستر ماضي؟ من انجستروم لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 10. تاني من انجستروم لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 10. طيب فانت عشان ما تزودش نفسك طالما تايمز بعض لزقهم مع بعض، يبقى دي 0.53 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 مترز ولا لا؟ بعد كده الراجل اداك الفيلوسيتي بتساوي كام يا واد؟ 2.2. الفيلوسيتي 2.2 تايمز 10 باور 6 متر بير سكند. طيب بصوا يا شباب السؤال ده ممكن يتحل عندك بطريقتين. طبعا عايز تجيب الاي، الراجل طبعا طالب منها يجيب الكرنت انتنسي او الاي بتاعتك ولا لا. طب ازاي بتحل بطريقتين يا مستر؟ ممكن تحل بطريقتين، طريقه ب2 ستيبس وطريقه فيها ستيبايه واحده. طب انا هعمل لك الاثنين في بعض، هقول لك ازاي دلوقتي واحده واحده كده. بسم الله توكلنا على الله، يلا ركز معايا. الاي بتساوي مين يا واد؟ بتساوي قانون اسمه النف ان في اي في اف. اشمعنى استخدمت القانون ده؟ هقول لك ان انت عندك نمبر اوف الكترونز والاي. طيب واحد قال لي طب اشمعنى الفريكونسي؟ ممكن استخدم ان في اي على التي، تنفع؟ تنفع. يعني لو عايز تستخدم فريكونسي ماشي، عايز تستخدم بريودك تايم ماشي، بس انا استخدمت بريودك تايم او التايم عامه فوق كتير، فاهم قصدي ولا لا؟ فتعالى نلخص كده الدنيا ونستخدم فريكونسي، ادينا بالنسبه لك يبقى عدينا على كل القوانين وافتكرناها في دماغنا. طيب هنا ممكن اجيب الان في الاي في الاف، بس انا مشكلتي ان ما عنديش اف. طب ما الاف دي ممكن تتفك يا مستر. الاف دي يا واد بتتفك ازاي؟ الاف دي انا ممكن اجيبها على جنب كده وافتكر ان ليها 3 قوانين، صح؟ ان على تي مش تبعنا، 1 على بريدك تايم مش تبعنا، ما عنديش الجيفن بتاعهم. طب ممكن الفريكونسي تيجي ازاي بقى؟ الله ينور عليك، فيلوسيتي اوفر 2 باي ار ولا صح؟ فممكن واحد من هنا او حد من هنا يعني من اخواتنا يروح يجيب الفريكونسي الاول، في على 2 باي ار، والفي اهي 2.2 تايمز 10 باور 6 على بالنسبه لك 2 باي، ده كده كده كونستنت تايمز الراديوس اهو بعد التحويله، خد بالك بعد التحويله 0.53 تايمز 10 باور 10، وبعد كده هيجيب الفريكونسي يخبطها في الان والاي. ده صح مش غلط، بس هياخد منك وقت كتير في الامتحان. طب الطريقه الاحسن ايه؟ الطريقه الافضل ايه يا مستر مودي؟ اقول لك ان الاي هتكتب كده ان في اي ونشيل الاف نعوض بقانونها اللي هي فيلوسيتي فوق على 2 باي ار تحت. طب انت عملت ايه كده؟ انا كده يا جماعه دخلت قانون في قانون، عملت قانون جديد. وخد بالك ان الحته دي لو انت فهمتها انت كده بقيت فروت فيزيكس. ليه؟ في افكار كتير والله العظيم جايه قدام على الفكره دي، اللي هو انت عندك قانون وعندك قانون ممكن تدخلهم في بعض يديك قانون كبير تاني جديد، فيبتدي يسال في اي حاجه فيه.
طبعا يا جماعه البيزكس ستيل بيزكس، الحاجه اللي انت عايز تجيبها بتبروزها، تخليها في سايد لوحدها مع الايكوال، والزياده اللي مزاولاك تعدي هناك تغير سايد تغير ساين. طيب من هنا يا واد احنا كده بدانا نسخن صح؟ بدانا نقول ايه اللي عندنا. طب بقول لك ايه، طلع لي ارقامك يلا بسم الله. يبقى انت شلت الفريكوانسي حط مكانها فيلوسيتي على 2 باي ار، دخلت قانون في قانون. حد يزعل مني كماضي؟ حد متضايق؟ طب زي الفل. يلا بينا. الان هنا بتاعتي بواحد تايمز التشارج الكترون بكام؟ 1.6 تايمز 10⁻19 تايمز الفيلوسيتي هنا بكام يا جماعه؟ الفيلوسيتي هنا هتبقى ب 2.2 تايمز 10 to the power 6 اوفر 2 باي كده كده كونستنت تايمز الراديوس بتاعنا. طبعا هنا بعد التحويل لازم يكون بالمتر، لازم يكون شغلك ستاندرد 0.53 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. طيب تطلع بكام دي؟ تطلع بكام؟ هنا دلوقتي لو جينا حسبناها بالكالكليتر بتاعنا، لو جيتي حسبتيها بالكالكليتر بتاعك اللي هو السؤال نمبر 10، هيطلع الاجابه كده بالظبط اللي هي كام؟ 1.056 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبيرز. تاني 1.056 تايمز 10 to the power 3 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 3 امبير. طبعا في ناس شاطره عارفه بالنسبه لك النيجاتيف 3 ده يتشال تحط مكانه مين؟ ملي ولا لا؟ فتبقى 1.056 تمام ملي امبير، اللي هي ممكن باي ابروكسيميشن تبقى 1.057 ولا، لان طبعا كده كده ال 6 دي تبقى بعديها ارقام ثانيه اكبر من 5 باي ابروكسيميشن تعليها واحد ولا. تمام يا شباب؟ طيب يبقى انت دلوقتي بالنسبه لك هنا انا شلت ال 10 باور 3 دي وخليت مكانها ملي ولا لا؟ لان النيجاتيف 2 سم، النيجاتيف 3 ملي، النيجاتيف 6 مايكرو، النيجاتيف 9 نانو، وهكذا وهكذا. يبقى الاجابه بتاعتك هنا دي هي. سؤال حلو جدا على فكره. طيب السؤال اللي بعده سؤال بالنسبه لك جراف. طبعا في ناس بتشوف الجرافات بتتوتر، مع انه والله العظيم الموضوع سهل. والله بجد هقول لك ليه. الليفن راجل بيقول لك ذا اوبوزيت جراف في الجراف الذي امامك اخي في الله اختي في الله ريبريزنت ريليشن ما بين الكيو كوانتيتي تشارج along الواي اكسس والتايم along الاكس اكسس. خد بالك الجراف ده معناه ايه؟ لما التايم ده بيزيد الكوانتيتي تشارج هنا بيحصل لها ايه؟ يعني الاكس ده تمام لما بيحصل له 1 2 3 الواي بيحصل له ايه؟ طيب انا دلوقتي حاجه شبه دي لو عايز اجيب اي داتا جراف في الدنيا هعمل كده. هاخد نقطه من الجراف انزل بيها مره اكس ومره واي. يعني ايه يا مستر مودي؟ يعني مثلا هاخد نقطه شبه دي انزل بيها مره هنا ومره هنا، انزل بيها مره هنا ومره هنا. طيب لو نزلت بيها هنا هتلاقي ان الكيو بتساوي 50 كولومز. على فكره رايي الشخصي كماضي اخر نقطه. في ناس بتحب تاخد اول نقطه، في ناس بتحب تاخد نقطه في النص، براحتك اتس اب تو يو عادي مفيش مشكله كلهم واحد طالما الجراف ستريت. طيب الكيو هنا بالنسبه لك ب 50 كولومز، التايم هنا بيساوي 5 سكندز. هل ممكن اجيب الاي ولا مش ممكن؟ ممكن صح. يبقى الاي تيجي ازاي؟ تيجي كيو اوفر التي، تيجي هنا بالنسبه لي 50 ديفايد باي 5. طب تطلع بكام؟ تطلع هنا ب 10 امبيرز. تطلع هنا بكام يا ولاد؟ 10 امبيرز. يبقى الاجابه هنا ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ تبقى الانسر طبعا اكيد لازم تبقى بي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده حلو اسئله الجرافات دي عشان تبتدي الناس تفهمها اكتر ان شاء الله. هنا بيقول لك ذا اوبوزيت جراف ريبريزنت ذا ريليشن ما بين الكتريك تشارج كيو along الواي اكسس والتايم بتاعنا along الاكس اكسس. عايز الاي اكس والاي واي تبقى بكام؟ طبعا يا جماعه حاجه شبه كده لازم تبقى انت فاهم ان انت دايما اي جراف بيعبر عن قانون صح؟ طب اكتب القانون بتاعنا الاي بتساوي يا واد كيو اوفر التي صح؟ الاي بتساوي كيو اوفر التي. طيب دايما الحاجه اللي واخده الواي اكسس لازم تبقى هي صاحبه القانون، لازم تبقى في سايد لوحدها مع الايكوال. تاني يبقى التركايه دي اسمها من اخوك ماضي وانت بتحل جرافات يا واد، الحاجه اللي واخده الواي اكسس ده، الحاجه اللي واخده الواي اكسس ده يا ابو حميد هي بتبقى صاحبه القانون. مش فاهم يا مستر؟ يعني دلوقتي مين اللي عنده الواي اكسس؟ كيو. هل ده قانون الكيو ولا قانون الاي؟ عشان تعرف صاحب القانون شوف مين مع الايكوال لوحده، ده كده قانون الاي. فما ينفعش تتحل كده. طب اعمل ايه؟ اظبط الحل، اجيب الكيو من هنا الاول، اجيب قانون الكيو هايه. فلما اجيب الكيو هايه التهايه زياده ومزاولاك تعدي هناك تغير سايد تغير ساين، يبقى الكيو بقى بتساوي يا واد اي ملتبلاي التي. شايف ده؟ تمام حلو قوي. بقى نمسك كده كل حاجه ونفهمها واحده واحده والرسته. الكيو خدتها بالنسبه لك الواي اكس، التي اخدتها الاكس اكسس. مين بالنسبه لك اللي محدش عبره ومحدش اخده لا اكس ولا واي؟ الاي صح؟ هو ده السلوب. يبقى السلوب ده الحاجه اللي ناقصه عندك، الحاجه اللي ناقصه عندي لا اتاخدت اكس ولا اتاخدت واي. بالبلد يا جماعه الحاجه اللي محدش عبرها، الحاجه اللي محدش اخدها، الحاجه بالنسبه لك محدش فكر فيها اصلا. فانت عندك هنا السلوب بيعبر عن الاي. ليه؟ لان كيو اتاخدت واي والتايم اتاخد اكس. الحاجه اللي فاضله عندك، الحاجه اللي فاضله عندي هي الاي ولا لا؟ طب يبقى انت دلوقتي عندك كده سلوب الاكس هيبقى اكبر من سلوب الواي. طب ليه يا مودي؟ لان انت دلوقتي عندك السلوب بيتجمع عن طريق حاجه اسمها تاني السيتا. تاني السلوب
ليه كذا طريقه طبعا للحساب، ليه كذا طريقه طبعا للكالكوليشنز. السلوب بيجاب هنا عن طريق حاجه اسمها تان السيتا او y2 minus y1 x2 minus x1. طيب لو جيت فكرت فيها، السلوب هنا مع السيتا هنا ريليشن دايركت. طبعا دي يا جماعه سيتا الواي، دي طبعا سيتا الاكس، باين جدا ان السيتا بتاعت الاكس اكبر من سيتا الواي، فلما السيتا بتاعت الاكس تبقى اكبر يبقى سلوب الاكس يبقى اكبر ولا لا؟ يبقى هنا سلوب الاكس اكبر من سلوب الواي، ده معناه يا جماعه ان الاي اوف اكس اكبر من الاي بتاعت الواي ولا لا؟ صح؟ طيب ده هيفيدنا في ايه؟ يبقى دوت معناه رقم كبير، لكن ده معناه رقم ايه يا واد؟ صغير ولا لا؟ طب دلوقتي لما اجي اعمل كده ريليشن ريشيو اي اكس على اي واي، افهمها بالله عليك، اي اكس على اي واي، انت بتحط حاجه ديفايد حاجه، يبقى حط رقم كبير فوق على رقم صغير تحت. تاني بحط رقم كبير فوق رقم صغير تحت، صح؟ افترض اي ارقام، مثلا 5 اوفر 2، 3 اوفر 1، لازم رقم هنا هيطلع ايه يا جماعه؟ لازم رقم هنا هيطلع greater than 1. لازم رقم هنا يطلع اكبر من كام يا واد؟ اكبر من الواحد. تاني لازم رقم هنا يطلع ايه؟ اكبر من الواحد ولا لا؟ يبقى انت هنا ليه طلع greater than 1؟ لان انت بالنسبه لك حطيت رقم كبير على رقم ايه؟ صغير. تبقى الاجابه ايه هي ولا لا؟ يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ طبعا يا جماعه الحمد لله مع كتر الحل هتلاقي نفسك المشاكل بتتحل. طبعا ده كده كده، ليه؟ لان انت بالنسبه لك عندك الحل ده بيبتدي يعمل حاجه اسمها بروبلم سولفنج استراتيجي. الحل ده لما انت بتحله مع نفسك وبتحله غلط وبتتضايق، ده بيخلق ما بينك وبين نفسك اللي هو الشغف، اللي هو انا عايز اعرف انا غلطت فيها ليه؟ طب انا ليه ما حلتهاش؟ طب اشمعنى انت بتحلها مستر وانا ما بعرفش احلها؟ تمام؟ الحته دي في حد ذاتها هي اللي بتخليك تتعلم اصلا. تمام؟ تاني يا جماعه الشغف بتاع الحاجه بيجي بالنسبه لك ان انت دماغك تفضل شغاله على الحاجه دي، اللي هو انت مثلا عايز الحاجه دي معناها ايه؟ ليه؟ فين؟ تمام؟ فانا عايزك تحل يا معلم. بتحل غلط بتحل صح، الله ينور، عايزك تكمل في ده. ليه؟ لان انت لما هتحل غلط وهتيجي تبص على الحل الصح هتتعلم. هتفهم انت ليه عملت كده وليه ما تعملش كده، وتاخد بالك من ايه وما تاخدش بالك من ايه، وايه بالنسبه لك تركز فيه وايه اللي تعديه. فاهم قصدي ولا لا؟ طيب مع كتر الاستمرار في المحاوله والله العظيم هتوصل. تمام؟ يا جماعه في جمله كده حلوه قوي. تمام؟ انت بالنسبه لك هنا الاستمرار، تمام؟ الاستمرار بيخليك ان شاء الله توصل للتارجت بتاعك والهدف بتاعك دايما. فاهم قصدي؟ فانت لازم تبقى فاهم ان انت كل ما هتتعب اكتر كل ما ربنا ان شاء الله هيكرمك اكتر واكتر، وربنا اسمه الكريم. طيب 13 سؤال مميز، سؤال حلو، سؤال امتحانات جاء قبل كده كذا مره. الجراف ده ما بين الان والتي. طيب الان دي معناها خلي بالك عدد الالكترونز عشان برضو الناس تبقى فاهمه، والتي دوت اللي هو هنا بالسكند او بالايه؟ الوقت يعني. طيب الجراف ده طالما بالنسبه لك مرسوم ستريت لاين، اعرف ان الجراف ده طالما مرسوم حاجه اسمها ستريت لاين يبقى الجراف دوت يعتبر يونيفورم. الجراف ده يعتبر ايه يا واد؟ يونيفورم. وطالما الجراف دوت يونيفورم اعرف ان هو بالنسبه لك changed by constant rate. تاني changed by مين يا واد؟ constant rate. يبقى الحته دي very important. يبقى تاني الجراف دوت مرسوم ستريت لاين يبقى دوت يعتبر يونيفورم. طب طالما هو يونيفورم يبقى دوت بالنسبه لك تشينج باي كونستانت ريت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جينا حطينا ارقام عشان الناس تفهمني، لو ديت هنا 1 سكند هديك هنا 10 الكترونز، لو دي هنا يا واد 2 سكندز هديك هنا 20 الكترونز، لو دي هنا مثلا 3 سكندز هديك هنا 30 الكترونز. فاهم حاجه ولا لا؟ طب ما تيجي تحسبها، قانون الاي اصلا بيساوي مين؟ الاي بتساوي كده يا واد ان في اي اوفر التي. استاذنك في حاجه بقى، الاي كده كده مش تشارج ثابته 1.6 تايمز 10 باور 19، ما بتتغيرش ما بتتاثرش ما بيحصلش اي تشينج. يبقى انت دلوقتي عندك الاي دي مع الان على التي دي. تمام؟ سؤال، انت عندك دلوقتي لو عملت كده 10 على 1 بتطلع 10، 20 على 2 بتطلع 10، 30 على 3 بتطلع نفس ال 10. فانت لما جيت افترضت ارقام هتلاقي بالنسبه لك ان هنا الان على التي بتتغير بشكل ايه يا جماعه؟ كونستنت او بشكل بالنسبه لك سيم. فهنا تبقى الاي بتاعتك كونستنت او تغير بشكل سيم. طب انت دلوقتي لو عايز ترسم جراف بين الاي والتي، الاي دي يا بني ادم لازم تبقى بالنسبه لك كونستنت مش كونستنت، لازم هنا خدت تبقى كونستنت مش كونستنت، لازم هنا اختي تبقى كونستنت مش كونستنت. طب بالله عليك يا صديقي لما تبقى الاي هنا كونستنت يبقى الجراف طالع ولا نازل ولا بارل مع الاكس اكسس؟ ها بارل مع الاكس اكسس. يبقى انت دلوقتي الجراف بتاعنا هيبقى بارل تو ذا اكس اكسس. يبقى الاجابه بتاعتك هنا ايه هي؟ سؤال حلو قوي 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 يا جماعه، فيري امبورتنت فيري امبورتنت. تاني هنا عشان بالنسبه لك الجراف كان طالع ستريت لاين، طالما طالع ستريت لاين يبقى دوت يونيفورم، يعني بالنسبه لك تشينج باي كونستنت ريت. سو وات معناها بالنسبه لك هنا ان انت دلوقتي لو حطيت 10 على 1 ب 10، 20 على 2 ب 10، 30 على 3 بنفس ال 10، الرقم ما تاثرش الرقم ما اتغيرش، بتعدي 1 سكند 2 سكند 3 سكند هتبقى ثابته هنا الاي بتاعتك ب 10 ولا لا؟
فهمتوا قصدي؟ مقتنعين بالامانه؟ طب الحمد لله. سؤال نمبر 14 يا جماعه. 14 ده حلو قوي. بصوا يا شباب، 14 ده السلوب في بالنسبه لك طريقتين عندنا، لازم تبقى انت عارف السلوب بتاعنا ممكن الحاجه اللي ناقصه في القانون، صح؟ الحاجه اللي ناقصه في القانون دي ممكن تتحسب بالديفايدد او بالتايمز. هقول لك ليه. في سلوب بيجي بالنسبه لك دايما y ديفايد باي x. على فكره المعلومه الاولى دي فيري فيري امبورتنت. على فكره بحب الحل عشان خاطر كده. انت لو خدت بالك الحمد لله انا مش بحل سؤال اجابته سي كذا دي اجابته كذا، مش بهبد انا. تمام؟ انا بقول لك كل اجابه جت منين، فين، اصلها العلمي ايه، بربطها بالمعلومه اللي انت اخدتها بحيث ان انت ترستق الدنيا. فوالله العظيم لو اتفرجت على حل الواجب بتركيز وحليت معايا ورقه وقلم، والله 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 مستوى الفهم بتاعك هيعلى. هتلاقي ان انت فرقت اكتر. الاسلوب ممكن يجي واي على اكس، يعني بنعمل واي ديفايد اكس، او ممكن الاسلوب بتاعنا يجي واي ملتبلاي الاكس. طيب ده بيتحسب ازاي وده بيتحسب ازاي؟ ده بيتحسب بالنسبه لك عن طريق حاجه بتقول عليها كده تان السيتا، لان في التان اصلا بتعمل حاجه ديفايدد حاجه، تمام؟ اللي هي بتعمل opposite divided adjacent، او بتعمل كده y2 minus y1 اوفر بالنسبه لك x2 minus x1. ففي الاسلوب لما يجي يتعمل في حاجات بتبقى ديفايدد بتيجي بالنسبه لك بالطريقه دي، تان السيتا. لو انت مديك الانجل تعمل تان السيتا او تان الانجل بتاعت الاكس اكسس، او y2 minus y1 x2 minus x1. طيب وفي طريقه ثانيه اللي هي التايمز، صح؟ طب طريقه التايمز تيجي ازاي بقى؟ الاسلوب بتاعها بيجي دايما كده اريا اندرلاين الجراف. تاني بيجي معاك كده اريا اندرلاين مين يا واد؟ الجراف بتاعنا عشان ما حدش يتلخبط. يبقى انت الاسلوب بتاعنا في بالنسبه لك تو ويز، طريقتين، تو ميكانيزم. كالكوليشنز بتاعته ممكن تبقى بالنسبه لك الحاجه انت بتجيبها حاجه ديفايدد حاجه، يعني باخد الواي بعمله ديفايد الاكس عشان اجيب الحاجه اللي ناقصاك دي، فيتعمل تان سيتا مع الاكس اكسس، او y2 minus y1 على x2 minus x1، او ممكن تعمل y تايمز الاكس. طب لما اعمل y تايمز الاكس دي يا واد، هنا الموضوع بقى بالنسبه لك لازم تركز فيه. لما تعمل هنا الاثنين تايمز بعض يبقى ساعتها بتجيبها السلوب اريا اندرلاين جراف. ايه اريا اندرلاين جراف. يعني دلوقتي لو تحت الجراف دوت يا جماعه مثلا سكوير يبقى سايد تايمز سايد، لو ريكتانجل يبقى لينث تايمز ويدث، لو تريانجل يبقى هاف تايمز بيس تايمز هايت، لو سيركل مثلا يبقى باي ار سكوير، وهكذا بتجيب الاريا بتاعته. فانت دلوقتي حاجه شبه دي تعال نفكر فيها. الاي كانت بتساوي كيو اوفر التي، صح؟ حضرتك هنا مديك الاي ب5، صح؟ يعني مديك الاي دي كام؟ ب5 امبيرز، ومديك التايم هنا هو مثلا بكام؟ ب10 سكند، صح؟ طب انت عايز تجيب الكيو هي من هنا، بالله عليك يا شيخ انت دلوقتي مش هتعمل الكيو دي اي في تي؟ طب يبقى انت دلوقتي هتعمل الواي تايمز الاكس، يبقى هناخد السلوب بالطريقه دي. فاهم حاجه ولا لا؟ تاني عشان في ناس يا جماعه بتعمل الاسلوب ده من تان سيتا، اللي هو بيه اي حاجه لبس بتاع ملبس. غلط يا ابني، غلط ايها الوغد. تاني ازاي حاجه تايمز حاجه تجيبها بتان سيتا؟ تان السيتا اوبوزيت ديفايدد ادجيسنت. اقنعني ان حاجه تايمز حاجه تيجي بالنسبه لك ايكوال لحاجه ديفايدد الحاجه. يا جدع اتقي الله، يعني 1 تايمز 2 تبقى نفس الاجابه بتاعت 1 ديفايدد 2؟ اكيد لا، يعني صح ولا ايه؟ ما تفوق معانا ليه؟ تاني يبقى انت دلوقتي عندك الكيو هايه بتساوي معايا اي اف تي هايه، يبقى انت هتعمل 5 تايمز ال10 تطلع معاك كام؟ 50 كولوم. يا جماعه السؤال ده فيري امبورتنت، جاب لي كده ثانويه عامه. السؤال ده سؤال ثانويه عامه، بالله عليك يا شيخ تاني افهمها. السلوب يا جدعان تركته اهي، ممكن تيجي واي ديفايد اكس او ممكن تيجي واي ملتبلاي اكس. لو هي واي ديفايد اكس يبقى تان سيتا او ديفرنس الواي على ديفرنس اكس معاك، لكن لو هي بالنسبه لك تايمز ملتبلاي ساعتها تيجي اريا اندرلاين جراف. تمام؟ طبعا ده الجراف بتاعنا كان يعتبر بالنسبه لك هنا ريكتانجل، فبنحسبها لينس تايمز الويدث. مش طب نحسبها لينس ملتبلاي مين يا واد؟ الويدث بتاعنا ولا لا؟ فاللينس بتاعنا مثلا كان من 0 ل 5 فهي 5، الويدث بتاعنا من 0 ل 10 تبقى 10، وهكذا ولا لا؟ طيب سؤال رقم 15 حلو ده. سؤال رقم 15 هيدينا بيزك هنمشي بيه كويس، فلازم تفهمه. بصوا يا جدعان، هنا in which of the following cases the arrow represents the correct direction for the current through بالنسبه لك A و B. بصوا يا جدعان، الكهرباء تمشي دايما من الهاير انرجي تو لور انرجي، تمشي دايما من حاجات الهاير لحاجات اللور. طيب في بعض الاحيان بيدي لك بالنسبه لك زيرو، او بيديك حاجه اسمها الجراوند. بصوا يا جماعه، الزيرو او الجراوند يعني لما تلاقي كلمه زيرو او تلاقي كلمه جراوند، تمام، اعرف ان الزيرو او الجراوند ده بيتعامل العكس على فكره. تاني الزيرو هو الجراوند، تمام. طب الجراوند دي بترسم ازاي؟ الجراوند بترسم كده بالظبط، عشان لو حد فيكم شاف الرسمه دي
تمام، ده زيرو او حاجه اسمها الجراوند. زيرو او حاجه اسمها الجراوند. بصوا بقى يا جماعه، الزيرو او الجراوند الاثنين بيتعاملوا نفس المعامله، بيتعاملوا عكس اللي موجود. يعني مثلا لو عندك دلوقتي بوزيتيف وزيرو، فالزيرو تعامله كانه نيجاتيف. طيب نيجاتيف وزيرو، فالزيرو تعامله بوزيتيف، فالزيرو بيحل محل اللي مش موجود. فانت عندك البوزيتيف وعندك النيجاتيف، الميننج وعكسه. طب لو اتحط زيرو، الزيرو بيشوف مين مش موجود وياخد مكانه. طب ليه يا ماضي؟ اقول لك، ادي دي البوزيتيف، ادي ده الزيرو، ادي النيجاتيف. تمام؟ لو انا جيت بالنسبه لك شلت البوزيتيف، مش الزيرو يبقى اعلى من النيجاتيف فيأكت كانه بوزيتيف ولا لا؟ فاهم دماغي؟ فاهم دماغي صح؟ تاني انا لو شلت دلوقتي البوزيتيف من هنا، ها عندي نيجاتيف وعندي زيرو، يبقى الزيرو هيحل محل البوزيتيف. ليه؟ لان الزيرو اعلى من النيجاتيف ولا لا؟ طب بص لو شلت النيجاتيف من هنا، الزيرو هيحل محل النيجاتيف صح؟ طب ليه يا مستر ماضي؟ لان الزيرو تحت البوزيتيف اقل منه. فاحنا بنختصرها بنقول يا جماعه، الزيرو بيحل محل اللي مش موجود، الزيرو بياخد مكان اللي مش موجود. فلو انت عندك زيرو نيجاتيف فالزيرو يعمل بوزيتيف، لو عندك زيرو بوزيتيف فالزيرو يعمل ايه؟ نيجاتيف. فهمتها؟ طب تعالى بص يا باشا، هنا دي 10 فولت، هنا 2 فولت. باينه قوي ان انت بالنسبه لك ده الكبير وده الصغير، فتتحرك فعلا من الكبير للصغير ولا لا؟ فدي تنفع. تمام؟ طب دي زيرو وبوزيتيف، احنا قلنا الزيرو ما بينه وبين زمان كانه نيجاتيف، ينفع نيجاتيف يدي البوزيتيف؟ لا ما تنفعش. طب دي بالنسبه لك بوزيتيف 2 ونيجاتيف 4، ينفع نيجاتيف يدي البوزيتيف؟ لا. يبقى دايما البوزيتيف هو اللي بيدي النيجاتيف، البوزيتيف يدي النيجاتيف. ليه؟ لان ده الهاير انرجي وده اللور انرجي. طيب هنا بالنسبه لك قلنا الزيرو هتحل محل اللي مش موجود، دي نيجاتيف يبقى دي بوزيتيف ولا لا؟ ينفع النيجاتيف يدي البوزيتيف؟ لا برضه ما تنفعش. يبقى الاجابه المنطقيه الوحيده تبقى مين؟ ايه هي؟ السؤال رقم 16 بيقول لك the opposite figure the work done to move a charge of 4 columns between بالنسبه لك x and y becomes بكام؟ طيب السؤال دوت المفروض حله ان شاء الله في حصه النهارده، تمام؟ اللي هو ان شاء الله القوانين بتاعت البوتنشال ديفرنس والكلام ده كله. بس لحد ما نوصل ليها اعرف بالنسبه لك ان البوتنشال ديفرنس ليها قانون اسمه V equal W over الكيو. تمام؟ تاني الفي بتساوي بالنسبه لك هنا W الورك دان اوفر كيو. طبعا لو انت عايز تجيب مثلا هنا الدبليو دي ماشي، يبقى الكيو دي زياده ومزاولاك تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير سايد، تغير ايه؟ ساين ولا لا؟ فانت دلوقتي لما تيجي تحلها تبقى الورك هنا بتساوي بالنسبه لك الفي ملتبلاي الكيو ولا لا؟ طبعا الفي هنا هتاخد ال 15 ولا نيجاتيف 5 ولا حاجه اسمها البوتنشال ديفرنس. لو انت عندك 2 في اخد الفي دي ولا الفي دي ولا الفرق ما بين الاثنين يا واد؟ الفرق ما بين الاثنين صح؟ فما تاخد الفرق ما بين الاثنين هتجيب حاجه اسمها البوتنشال ديفرنس، يعني هتاخد البوتنشال بتاع ال 15 والنيجاتيف 5 وتعمل فرق ما بين الاثنين ولا لا؟ خلاص؟ طيب بعد كده بالنسبه لك تقوم متايمزها. طبعا يا جماعه البوتنشال ديفرنس دي يبقى انت هتعمل هنا 15 تمام ماينس نيجاتيف 5، ولو حد شاطر يا جماعه في الماس النيجاتيف ماينس دي بتقلب بوزيتيف ولا لا؟ تطلع ب 20 فولت. يبقى هنا الفي بتاعتك تطلع ب 20 تايمز الكيو بتاعتك ب 4 تطلع كلها بكام يا واد؟ 80 جولز ولا لا؟ يبقى انت هنا البوتنشال ديفرنس بتاعنا، البوتنشال ديفرنس اخي في الله اختي في الله، انت هتعمل اثنين ماينس بعض، لان كلمه ديفرنس في الساينس معناها ماينس ولا لا؟ كلمه ديفرنس في الساينس معناها مين يا واد؟ ماينس ولا لا؟ يبقى انت عملت بوتنشال ديفرنس اللي هي 15 ماينس الناحيه الثانيه نيجاتيف 5، يبقى انت تعمل الكبير ماينس الصغير، فطبعا الماينس نيجاتيف يتقلب ايه يا واد؟ بوزيتيف ولا لا؟ يبقى الاجابه هنا انسر دي هاي. طبعا ده لسه هنشرحه النهارده بالتفصيل ممل، ناخده بس بريك كده نصلي نغسل وشنا ونفوق ونرجع نكمل مع بعض تاني. يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ يعني ايه الكتروموتيف فورس؟ يعني ايه اومز لو؟ يعني ايه ريزيستنس؟ بقول لك ايه، فاصل وهنرجع تاني نواصل. مش عايزك تروح في اي حته، مش عايزك تسرح مني، عايزك تصلي وترجع تاني.